ضيفنا اليوم مميز بنضاله، بعطائه، بتواضعه. زي ما بيقولوا الحسنة تؤتى باليمين كي لا تعلمها اليسار. إذن أصل التسمية سر باهر. سر باهر، نعم. هي هذا سر يعني من سر أسرار الخطة التي وضعت لتحرير القدس ما بين العمرين. بالضبط. هذه الاسم اللي يعني طلع على صورة وجبل المكبر من التكبير، على التكبير لما شاهدوا الأقصى الصخرة. أول شهيد في العيلة أخوك في 54 الله يرحمه، الشهيد محمود. نعم. عطون. معركة حوسان في 56 أخوي كان يعني زلمة، وكان أحد أفراد الجيش العربي الأردني. وإن كان ابن صور باهر لكن عنده انتماء وطني، ودخل للجيش من أجل تحرير، يعني من أجل لما احنا طلعنا أم عيد تطلع معنا، بدها تطمن على الولد. الأم يعني قلبها غير. لا الأم قالت أنا بروحش إلا لما يروح علي يا حج اليهود، وهي اليهود وصلوا هنا يوم باب الدار على الشارع. قالت أنا والله لو يطخوني ما بطلع. تضطر أم أحمد تلف على 4-5 سجون لمدى سنوات طويلة، من الشمال فلسطين لجنوب فلسطين. احنا في وقت من الأوقات كنا 5 في السجن، يعني كل أولاد بشكل عام، بس الأحكام متفاوتة. فبعد هذا الجيل والمعاناة مع الأبناء، شاف أجوا أولاد لأولاد أحفادنا، والحمد لله رب العالمين. منهم من حكم عليه ب3 سنين، وهم عينك بيحكوا لك وكل لك انتوا شو كيف عندنا في حلوكنا، انتوا لو البيت هذا نروح احنا بنرتاح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي مشاهدي برنامج قدس كاست. كما عودناكم دائما في كل حلقة من حلقات هذا البرنامج نلتقي إحدى الشخصيات المقدسية، ولكنها ليست شخصية عادية. كما عند الأمريكان سوبرمان، فعنا سوبرمانات وسوبرومانات إذا بدكم. كمان لدينا رجال ونساء يشهد لهم التاريخ وتشهد لهم أعمالهم دائما. في كل حلقة نستضيف علما من أعلام المدينة المقدسة، نسلط الضوء على إحدى شخصياتها، كيف قضت حياتها دنيا ودينا في خدمة المدينة المقدسة لوجه الله تعالى. ضيفنا اليوم مميز بنضاله، بعطائه، بتواضعه. زي ما بيقولوا الحسنة تؤتى باليمين كي لا تعلمها اليسار. ابن صور باهر التي تتوسد كتف القدس من جهة وكتف بيت لحم من جهة أخرى. السيد محمد عطون أبو أحمد، حياك الله، أهلا وسهلا فيك. شرف عظيم كبير إلي أن ألتقي شخصية زي حضرتك، وإن شاء الله اليوم بتشرفنا وتشرف المشاهدين الكرام، ونستفيد من جعبتك الملأة بإذن الله. الله يرضى عليك. وبداية بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أخوك بالله طبعا يعني الحاج أبو أحمد عطون من قرية صور باهر. قرية صور باهر هي قرية من قرى جنوب القدس، تقع بين صور باهر تقع بين بيت لحم والقدس. قرية صور باهر هي قرية من قرى القدس للزراعة، وأهالي قرية صور باهر هم مزارعين. أيضا كان لهم جزء من المنطقة الغربية مليئة بالزيتون، كانوا يعني يستفيدوا من الزيتون، ومنطقة مسمى بوادي الزيتون في القرية. والمنطقة الشرقية للقرية هي أرض زراعية، لأنه كان يعني في البداية عدد القرية قليل جدا يعني، والأهالي القرية هم مزارعون، يعني الأكثر الأهالي كانوا يعيشوا على الزراعة وعلى تربية الأغنام والمواشي من غنم وبقر وإلى آخره، حتى يعني يكملوا حياتهم المعيشية. فإحنا يعني أنا شخصيا يعني بالنسبة إلي أنا يعني كأبو أحمد عطون، وكان يعني أسمع روايات وديوان من الوالد رحمة الله عليه إنه كانوا يعني مزارعين، وكانوا هم يعني مناضلين في نفس الوقت. يعني كان أبوي على زمان الانتداب هو يعني في الجيش التركي، يعني الأتراك كانوا يأخذوا الفلسطينية جنود يشاركوا معهم يعني في الحروب يعني. وكان رحمة الوالد يعني أحد الأشخاص اللي شارك يعني مع الأتراك لغاية ما انتهت الدولة العثمانية.
وكان الانتداب البريطاني، وكانوا يعني أهالي قرية صور باهر يعني عدد كبير منهم مناضلين ومجاهدين في ذاك الوقت، حتى حصلت يعني حرب 48 يعني. انت قبل النكبة بسنة جيتنا. أنا مواليد 47. 47. نعم، لا أذكر يعني، لكن أنا أروي روايات على الأجداد من والآباء. الآباء. نعم. صحيح. فقالوا يعني لما صار حرب 48 يعني صور باهر كانت هي الحاضنة للمجاهدين، لأنه كان في الجهاد المقدس، وكان في عدد كبير من أهالي قرية صور باهر منضمين لهذا الجناح أو لهذا التيار، وهم يعني احتضنوا المجاهدين اللي جاءوا لنصرة الشعب الفلسطيني والمجاهدين على أرض القدس. فصور باهر لها ماضي عريق جدا في الجهاد والمقاومة ودعم المقاومين والمناضلين ذلك الوقت، واستمرت يعني الفترة كلياتها حتى انتهت الحرب يعني، وحطوا الحدود، وهذه كلياتها يعني حدود لا تخفى على أحد، يعني تقسيم فلسطين مؤامرة على الشعب الفلسطيني مع بريطانيا وبقية الدول العالم حتى يوطنوا اليهود في أرض فلسطين. واستمرت يعني الأحداث والمقاومة ضد الاحتلال، واستشهد عدد كبير من أهالي قرية صور باهر. الآن أول شهيد في العيلة أخوك في 54 الله يرحمه، الشهيد محمود. نعم. عطون. كيف استشهد محمود؟ محمود هو يعني شاب يعني مع زملائه كانوا يعني يعني قبل ما ينتمي للجيش العربي، هو يعني كان أحد جنود الجيش العربي يعني، كانوا يعني من الحرس الوطني للقرية يعني بعد حرب 48، لأنه أكبر مني يعني، كان يعني شاب في وقته، هو زملائه كانوا يعني يطلعوا حراسة في القرية يعني، مشان إذا دخل يهود أو كذا يكونوا هم يعني. هلا الحرس الوطني زي ما أنا بسمع من الآباء والأجداد إنه كان له مراكز مثلا باب الأسباط يروحوا يستلموا مثلا السلاح، وفي مناطق مثلا زي بيت صفافة وصور باهر وكذا. هل هم يعني تجمعوا كشباب على فكرة معينة اللي هي فكرة تشكلت النجادة وكمان فريق معاهم وتقسموا لحراسة القرى، ولا أهل القرى نفسهم هم اللي بادروا بهالموضوع؟ نعم، صور باهر كان في موقع يعني قريب لرمات رحيل، هو بيسموه المناحت. كان هناك يعني زي كتيبة جيش أو حرس وطني يعني. هذه يعني من ناحية قانونية يعني، لأنه منظمين يعني، فلديهم كان في سلاح يعني بوريد يعني قديمة طبعا يعني في حينها يعني كانت هذا السلاح المستعمل يعني. فكانت الشباب يعني في القرية يعني اللي هم الرجال اللي كانوا يعني في حينها يعني شباب، كانوا بالتعاون مع الجهة الرسمية يأخذوا منهم سلاح أو استنات أو بوريد، ويطلعوا في مواقع في القرية على الخط الأمامي، لأنه قرية صور باهر هي قرية قريبة على الخطوط الأمامية، وهي نقطة التماس بين الإسرائيليين والعرب. فكانوا يطلعوا في كذا موقع على امتداد من مقر هيئة الأمم يعني الدار المندوب السامي خلينا نقول للقرية، يعني هذه كلها حدود صور باهر. لما نحكي بس دار المندوب السامي أو بيسموه قصر المندوب، وعلى طريق القدس بيت لحم في المكبر، على المفرق اللي بدك تروح على جبل المكبر. اليوم هو مطل ومسار وعاملينه زي حدائق، ولكن ما زال القصر نفسه تحت إدارة اليونايتد نيشن، هيئة الأمم المتحدة. صحيح. وهو منطقة عليا جدا يشرف على القدس جنوبا كلها تقريبا كاملة حتى تصل إلى العيسوية، ممكن تشوف جبالها. وهذا يعني جبل المكبر له اسم يعني، وصور باهر يعني اسمها لما تسمت صور باهر. وفي موقع في قرية صور باهر طبعا للأسف يعني هلا ما تاخدناش في دوكة زي ما بيقولوا المصريين، هاي تفاصيل كل تفصيلة بدنا نضوي عليها لحالها. صور باهر ليش سموها صور باهر؟ صور باهر لأنه يعني مين بهالباهر اسم شخص يعني؟ صور باهر لأنه كان في موقع يعني في صور باهر واسمه يعني بنسميها كانت قلعة عمرون. هذه قلعة كبيرة في البلد، في وسط البلد يعني من الجهة الغربية الشمالية. فيقال لما دخل عمر بن العاص وعمر بن الخطاب مشان يعني تحرير القدس، فقعدوا على الصخرة، فسميت المنطقة بالعمرين،
فقالوا كم العمرين. ايوه هذه قلعه عمرون يعني، او بما يعني تعرف تحليل للاسماء يعني. طبعا. فمنها كان في مسار يعني لهم بدهم يكملوا للقدس باتجاه يعني. القدس. فطلعوا هي المنطقه يعني قريبه في الواد والمكبر في الاعلى يعني. فطلعوا الطرفين يعني على جبل المكبر. فلما وصلوا راس الجبل فوق شاهدوا الأقصى وقبة الصخرة فكبروا الله أكبر. فأطلق على المنطقة اللي هم فيها يعني في حينه المكبر، جبل المكبر. نعم. فسمي جبل المكبر بالاسم التكبير. بالنسبة لصور باهر لأنه عقد على قلعة عمرون اللي هي لقاء العمرين يعني سر باهر لدخولهم إلى القدس. إذن أصل التسمية سر باهر. نعم. هذا سر يعني من سر أسرار الخطة التي وضعت لتحرير القدس ما بين العمرين. بالضبط. هذه الاسم اللي يعني طلع على صورة. وجبل المكبر من التكبير، على التكبير لما شاهدوا الأقصى الصخرة. فسبحان الله يعني كانت كل كلمة تحصل من مجاهدين أو من الصحابة كان لها معنى. صحيح. يعني في كل موقع يعني كان جبل يعني شاهدوه أو موقع اجتمعوا فيه له أسراره يعني. طب أنت يعني كولد نشأت بهاي البيئة، شفت مجاهدين، شفت مقاتلين، حضرت احتلالين 3، تحريرين 3. هذه الخلطة يعني هي اللي خلقت عندك هذا الوعي، أو خلينا نقول الانتماء لفلسطين، للقدس تحديدا وللأقصى. احنا بالنسبة لي أنا شخصيا يعني أنا يعني بلشت مشاعر الحماس خلينا نقول والإخلاص للوطن يعني في حين ما استشهد أخوي. لأنه أنا في وقت ما استشهد محمود أنا كنت ابن تقريبا 8 سنين يعني أنت مواليد 47. نعم. أخوك استشهد في 56 يعني. معركة حوسان في 56. أخوي كان يعني زلمة وكان أحد أفراد الجيش العربي الأردني. وإن كان ابن صور باهر لكن عنده انتماء وطني ودخل للجيش من أجل تحرير يعني من أجل تحرير فلسطين يعني. فاستشهد على أرض حسان. فلما جابوه شهيد لأنه في حينها يعني كان إن حصة كبيرة أهالي صور باهر في الموقع في قرية حسان. كان لنا عدد من المجاهدين اللي هم جنود الجيش العربي من القرية. واستشهد في حينها من أبناء قرية صور باهر 3 من رجالات صور باهر اللي هو محمود عطون ومحمد حامد الأطرش وأحمد حسن أبو كف. 3 من قرية صور باهر شهداء كانوا في معركة حسان. طبعا في لهم زملاء من العبدية والتعامرة وبقية القرى الثانية. أما نحن يعني كقرية صور باهر كان نصيبنا 3 شهداء من القرية. فأخوي لما أجى يعني وكنت أنا يعني موجود لسه شاب يعني ولد صغير يعني خلينا نقول يعني ابن 8 سنين أو أقل أو أكثر. فسأسأل ليش يعني محمود استشهد يعني. فكانوا يقول أمي الله يرحمها وأبوي يعني كان لسه طيب يعني موجود يقول والله هذول يعني جيش بيحبوا يعني يقاوموا مشان يعني يكونوا حراسة اليهود ما يدخلوش وما يمنعوا اليهود يدخلوا على القرى العربية. لكن الصدمة كمان كان في صدمة إلنا يعني على أثر الحادث يعني اللي صار. رحمة أبوي صابوا مرض اللي هو شلل نصفي من حزنه على ابنه. نعم. كانت الصدمة كبيرة. وكان يعني رحمة محمود أخوي هو عريس جديد يعني لسه متجوز قبل 2 أو 3 بس مش أكثر يعني. وشاب يعني في ريعان شبابه يعني كان ابن 22 سنة تقريبا أو 23 سنة. فكانت على يعني صدمة كبيرة على العائلة. صحيح. لأنه بتعرف يعني طالما بقتلوا يعني في أي وقت يعني بصح لهم فرصة يدخلوا على أي قرية من قرى فلسطين كانوا يقتلوا يعني أطفال أو رجال ما يرحموش يعني اليهود. فمن ذاك الوقت يعني الحمد لله احنا استمرينا طبعا وبقية في يعني عدد كبير من أهالي القرية يعني ظل مستمر يعني وانتموا للجيش العربي. فيهم ناس وفيهم ناس ظل الحرس الوطني في القرية يعني في نفس القرية. نعم في القرية. وكانت اليهود يعني مرات تحاول تدخل يعني على القرية لكن كان تواجد يعني صعوبة جدا من الناس اللي كانوا موجودين. فظلت الأمور ماشية لغاية ما صرنا شباب وبلشنا بحياة العمل يعني. أنا بالنسبة لي أنا يعني شخصيا فكنت أنا متحمل المسؤولية
الأكبر يعني على البيت. الآن أنتوا ما شاء الله 11. لأنه إحنا يعني في حينها كان في عندنا إحنا 6 أولاد وخمس بنات. بنت توفى ظلين 4 بنات، يعني 10. وأمي وأبوي 12 يعني كانوا في البيت. فأنا يعني طلعت مبكر من المدرسة، ما كملت التعليم الثانوي، يعني من المرحلة الإعدادية تقريبا بقدر أقول لك. فنزلت انخرطت في حياة العملية. فأول ما بلشت في العمل يعني بلشت في فندق الأمباسادور يعني في القدس. شايف كيف؟ ومن ظلينا يعني نشتغل لغاية ما فتح الانتركونتيننتال فندق ال7 أكواس. أنا بدي أرجع لل11 وأنتوا 2 13. نعم. والوالدة الله يرحمها تعيش. يعني 12 شخص مسؤولين من امرأة، وقت فيش فيه تكنولوجيا، لا غسالة ولا نشافة ولا ثلاجة ولا، كله يدوي. كيف قادرة هاي المرأة بهذه القوة؟ وطبعا يمكن تطلع تقطع زيتون وتخبز طابون. نعم. شو نوعية هالنساء هدول يعني؟ رحمة الله على الوالدة. يعني تعيش. الوالدة كانت هي مناضلة يعني صحيح، يعني وجاهدت في تربيتنا ولها الشكر يعني رحمة الله عليها. الله يعني يرحمها ويجزيها الخير. وبننساش يعني فضلها علينا، لأنه أكيد. يعني الصحيح كانت يعني الأم المثالية لتربية الأبناء، لأنه كلياتنا كنا صغار يعني. والأب يعني في مرحلة يعني الشباب يعني خلينا وقع ومرض يعني، وهذه كل المسؤولية تحملتها الحجة. إحنا لأنه زي ما حكيت إنه والدي كان مزارع، كان عندنا الحمد لله حبوب قمح وعدس وإلى آخره، كان عندنا يعني مخزن رحمة أبوي يعني، وكأنه في اكتفاء من موجود. نعم. لأنه يعني أرضنا كانت زراعية، وكان في إلنا كرم عنب وزيتون وخوخ ولوز، فكانت ودوالي. فكانت أمي رحمة الله عليها هي تتابع الكرم يعني من كل ما يحتاج، يعني فوق كل شغل الدار تتابع. نعم. هي الكرم تتابع. وكانت هي يعني تستغل شغلات من هذه الزراعة من أجل أنه تغطي على مصروف البيت. وكان عندها خلينا نقول يعني من أول ما كان في طوابين، كان يعني أفران، كان في نسموه طابون. نعم. فكانت إما عندها طابون يعني باب الدار، أنا بذكر تمام، كان في عندها طابون والقمح موجود يعني. وفي كان الحمد لله كانت في عندنا طحونة قريبة حتى على البيت يعني. كانت لما بدها يعني طحين يتودع على تاخذ قمح يطحنوا وتستغله. وكان يعني عندنا الحمد لله دجاج، كانت حج مربي دجاج وكم من راس غنم، يعني نشرب حليب ونوكل بيض يعني في زي جمهورية صغيرة وكأنه هيك. كنا يعني في اكتفاء ذاتي تقريبا يعني في الأسرة، لكن مش بالنغنغة الكبير يعني. بس أنا بحكي عن إدارة هذه الجمهورية، هذا الفضل لله قدام 12 للوالدة الحمد لله. وبالإضافة إلى اهتمامها ومعاناتها وقيامها بواجب الأموة لأبنائها، كانت برضو هي الخادم المطيعة لزوجها، لأنه زوجها كان مريض، كانت هي اللي تعتني فيه كمريض يعني متحركش يعني شلل نصفي. وهذه كانت يعني من ثقل العبء عليها يعني، إنه هي للأبناء وللبيت وللزوج لإنسان مريض، وهذا المريض بده يكون له اهتمامات خاصة طبعا يعني أكيد في الحياة اليومية. فالشكر كله لله أولا وآخرا، وللحج يعني على جهودها وعلى استمرارية تربيتنا. أكيد إحنا لما نلقي ضوء على هذا النوع من النساء المناضلات، حقيقة زي ما تفضلت، النضال مش بس إن أحمل سلاح أو أجاهد، يعني التربية بحد ذاتها أكبر جهاد اليوم. أنتوا لكم حصة في وادي الحمص، ليش بسموا وادي الحمص هذا؟ وادي الحمص لأنه زي ما حكيت منطقة يعني هي صحيح يعني تربة خصبة يعني، كانت يعني تستغل للزراعة الحبوب درجة أولى وللمكاثي خلينا نقول يوم للصيفي. وكان يعني ترجم لنا المكاثي لو سمحت عشان نفشل. المكاثي اللي هي يعني الزراعة الصيفية اللي فيها يعني فكوس وكسا وما شابه ذلك من بقوليات يعني خضراء يعني في حبوب وفي خضروات وفي فواكه. نعم. كل وفي زيتون وفي قمح، كل فصل بفصله. نعم. وزي ما تفضلت يعني لما أطلق على وادي الحمص لأنه كان يعني يشتهر أهل القرية بزراعة المنطقة بالحمص. وكان يعني هذا في فائدة يعني في للبيع وللأكل يعني للأكل. فمن هذا الباب سمي عليه وادي الحمص.
ومنطقة الكروم اللي هي يعني فيها عنب ولوز وحمضيات، هذه بسموها الكروم يعني في المنطقة الغربية. وفي منطقة وادي الزيتون لأنه كانت مليئة والناس يعني يعتمدوا على وادي الزيتون عندنا في القرية. الآن حسبنا الله ونعم الوكيل، اليهود استولوا عليه وخلعوا الزيتون ودمروه وأقاموا عليه مستعمرة أرمونا نسيب والمستعمرة الجديدة اللي عند فندق الدبلومنت. يعني هذا كلها كانت منطقة كلها مليئة بشجر الزيتون الروماني، وهذا كان يعني مدر كثير يعني في فايدة لأهل القرية يعني. لكن الآن واحنا داخلين على المكبر من فوق هيك وحاطين هم شجرة، إذا بتلاحظ على اليمين الزيتون في حوض كبير زيتونة كمان هي رومانية، أعتقد هي من البلد خلعوها أكيد. من الواد يوم ما عملوا وحطوها المستعمرات حطوها رمز على رمات رحيل فوق على ثلاث التلة شجرات، ثلاث شجرات 3 شجرات نعم. اللي أخذوهم يا الله. دمروها يعني. هذا الإنتاج المتنوع له علاقة في طبيعة الأرض تبعت سور باهر، لأنه عندك جبل وعندك واد وعندك سهل، وكأنه سبحان الله القرية فيها أكثر من نوع طقس كمان يعني. بالنسبة يعني للمنطقة اللي كانت هي يعني مسمى بوادي الزيتون لأنه زي ما تفضلت جاي بين جبلين ودائما خصبة التربة بتكون وين المياه بتركب، يعني بتكون التربة كويسة، تربة سمكة يعني حمراء، وفي يعني فيها غذاء رطوبة دائما بتكون، وهذه مفيدة للشجر. وأيضا وادي الحمص نفس الحاجة، يعني كمان بين جبلين اللي هو يعني في جبل بسميه يعني جبل المنطار وجبل دير العمود، وادي الحمص في الواد، فنفس الشيء سبحان الله تربته حمراء وخصبة يعني. ما شاء الله ما شاء الله. أنت درست للإعدادي؟ نعم. وبعدين رحت على الرشيدية؟ لا أنا لأنه قرية سور باهر كان فيها مدرسة إعدادية بس للمرحلة الثالثة إعدادي. واللي بده يكمل دراسته كان يطلع للرشيدية. نعم. ما كملت بالرشيدية؟ لا أنا ما كملتش لأنه زي ما حكيت لك إنه أنا تحملت المسؤولية للبيت. إخي كنت مكمله. نعم. في إلي أخ ثاني يعني اللي بيجي على رأسي مباشرة كمل برضو نفس الحاجة، يعني بلش بالمرحلة الثانوية في البداية وترك يعني على أساس يساعدنا يعني، لأنه صار كان في عبء يعني كبرت صحيح. العيلة وكان في عبء يعني، لأنه في الأخ كبير يعني صاحب عيلة كبيرة كمان يعني يعني برضو رحمة أخوي موسى يعني الله يرحمه أبو مروان، كان عنده عيلة كبيرة، كان عنده حوالي 10 أو 12 نفر ما شاء الله وزوجته، فيعني حمل كبير عليه. حمل كبير فإحنا طلعنا على أساس يعني نساعد أنفسنا بالنسبة لإخوتي الصغار أو البنات يعني اللي موجودات مع أمي ورحمة أبوي. أخوي الثالث اللي هو بيجي يعني درجة ثالثة بعدي أنا يعني، هو كمل المرحلة الثانوية واشتغل مدقق حسابات في فندق يعني جوا، واستمر حياته لغاية ما تقاعد يعني، وهو يعني محاسب يعني، هذا كمل دراسته والحمد لله رب العالمين. فإحنا يعني عانينا شوية من ناحية العمل يعني، لكن الحمد لله يعني ظلينا يعني لغاية ما تجوزنا يعني، خلينا نقول. هلأ لما حكينا إحنا عن الوالدة على طول أنا خطر في بالي المسجد الأقصى المبارك. أنتوا ارتباطكم كبير بالمسجد الأقصى المبارك كعائلة وكأهل سور باهر يعني، ولكن كعائلة عطول من وين أجى هذا الارتباط؟ لأنه في ناس ساكنين جنب الأقصى وبصلوا في الدار. والله احنا بصراحة بالنسبة نحكي الصراحة يعني ارتباط يعني أهالي قرية سور باهر بشكل عام للأقصى ارتباط قوي جدا، وكان الكل يعني يتوجه للأقصى، لأنه زي ما سبق إني حكيت إنه كانت يعني أهالي القرية عددها محصور وكلها ختيارية يعني، بحبوا الصلاة بحبوا الأقصى، كانوا يروحوا مشي حتى يروحوا مشي نعم، محبتهم للأقصى يعني وانتمائهم للأقصى. فإحنا يعني برضو لما كنا صغار مرات نروح مع أمي حتى على القدس، لما تروح بدها تتحوج ولا بدها تشتري شيء وإحنا صغار يعني، حتى كانت تميل فينا على الأقصى وتقول هذا الأقصى وهذا كذا، فصار عندنا حب الأقصى يعني إحنا وبقية الأشخاص اللي يعني موجودين في القرية يعني من شباب صغار، لأنه كانوا أهليهم يأخذوهم يعني وهم رايحين يعني يصلوا جمعة أو يصلوا يعني في الأسبوع أو في اليوم، كان في ناس يأخذوا أولادهم معهم مشان يعني يحببوهم بالأقصى، وكانوا يأخذوهم أيضا على مسجد في القرية هم صغار يعني، وإحنا صغار يعني يأخذونا على المسجد
مع الرغم احنا كنا يعني الاولاد الصغار يلعبوا في يلعبوا المسجد، صح. لكن الامام الله يجزيه الخير كان يقول بهم مش خلوهم يلعبوا مشان يتعلموا على الصلاه. وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى وفضل الآباء يعني اللي كانوا يوجهوا أبنائهم، لأنه كانوا هم عندهم انتماء لحب الأقصى. صحيح. واستمرت يعني جيل بعد جيل يعني، والحمد لله رب العالمين يعني حبنا للأقصى هو أهم شيء عندنا يعني، وانتمائنا للقدس والأقصى إن شاء الله. هو أنا اللي بلاحظ إنه يعني إنه الأب أو الأم ياخذوا الأولاد أو البنات معاهم على الأقصى وكأنها هي رسالة غير مكتوبة، توريث، وكأنها رسالة توريث حب هذا المكان، التضحية من أجل هذا المكان. وبعد فترة وإن كان الولد مرات يروح غصب عنه أو أنا مثلا كنت أروح عشان أوصل أبوي ما يتزحلقش، يعني أمي تخاف على أبوي وهو رايح على الحرم بالبلدة القديمة، ننزل درجات بترهبات صهيون حوالي 30-35 درجة، تفيقني الصبح تقول لي قوم عكز أبوك بلاش يتزحلق. أنا أتنكد الصراحة إنه هلأ شتاء وأحي وكذا، بعدين صرت ألاقي أبوي يتوضى بمي باردة والدنيا شتاء كبس، لما يمسك إيدي بالطريق إيده سخنة وإيدي باردة، يعني صرت خلق عندي نوع من التساؤلات. بعدين صرت أحب يدللونا يطعمونا تمر مش عارف شو، بعدين ويخلونا نلعب زي ما قلت. فالارتباط ما كانش جاي هيك من فوق خبط لزق إنه لازم تعمل كذا وإلا كذا. ما في ناس بتنفر صحيح. يعني، والرسول عليه الصلاة والسلام صاحب مقولة يسروا ولا تعسروا يعني. فحببونا بالأقصى وحببونا بالدين وحببونا بالانتماء بطريقة سلسة، ويمكن ما فيش فيها تدريس إنه بالورقة والقلم يعني. خلص بتلاقي حالك أنت صرت تحب تروح على المسجد الأقصى، وبعدين بصير هذا الارتباط الإلهي. صحيح. هو هذا يعني زي ما سبق إنه حكينا إنه بموضوع الانتماء للأقصى وحب الأقصى هو مش بالقوة ولا بالفرض بالعصا. صحيح. يعني زي ما قلت لك إنه كانت يعني الوالدة، إحنا يعني هذا كل الأمور هاي كانت تحصل في عهد الوالد يعني لأنه الوالد الله يرحمه كان مريض، فالفضل لله يعني ولا تربية الأم يعني. لما كانت تروح على القدس كانت تأخذنا معها، وزي ما تفضلت كانت تشتري لنا شغلات ساندويش. ما هو بدي احكي لك اياه انا، هي مش بس على الاقصى يعني، في كنافه جعفر وفي حمص عند ابو شكري وفي حلويات ملبس يكون هيك يعني شايف كيف. فكنا نحب نروح معاها. صحيح. رحله، هي رحله بالضبط. وهي لما تميل تقول تعالوا نركز في الاقصى. اذا تشتري لنا مثلا ساندويش او تشتري لنا ناكل بالاقصى، تعالوا نميل على الاقصى ناكل هناك. ونصلي، تصلوا انا بدي اصلي، تعالوا العبوا صلوا هناك. فكان يعني الولد الصغير يعني من النشأة يتشرب يعني هذا يحب يروح على المكان هذا. فحتى لما كبر صار عنده انتماء أكثر، مش انتماءه يعني بالقوة، لا ولا حدا أكيد. أجبره، لا من والد ولا من والد ولا من ذاته، كان عنده حب للأقصى وبده يروح يشتاق للأقصى في كل وقت وحين يعني. إنه يمر حتى لو كان يعني حتى لما كبر وصار عنده يعني أشغال وعنده يعني مشاغله يعني، كان يعني يخصص وقت ينزل للأقصى. أصبح الأقصى ضمن برنامجه اليومي. نعم. رغم أنه يعني صور باهر كتسمية بنقدر نقول قرية محافظة، إلا أنه البنات تعلمت في كم كبير من سيدات صور باهر صاروا مديرات مدارس وممرضات طبيبات. يعني هذا بتحسوش تناقض؟ شوف بالنسبة أهل صور باهر يعني صحيح أنه قرية محافظة ولا تزال من فضل الله يعني من القرى درجة أولى في الحفاظ على البنات وعلى الشباب يعني كمان. صحيح. أكيد يعني أكيد. فالأهل ما كانوا يعارضوا التعليم نهائي، مع الرغم أنه كان أقلية. شايف. وزي ما تفضلت يعني صور باهر خرجت مدراء مدارس ومديرات مدارس، وهن يعني عملن في مجال التربية والتعليم لمدة طويلة حتى تقاعدا يعني، مع الرغم أنه كان مستوى التعليم ذلك الوقت يعني قليل جدا أو محصور. يعني كانت البنت لما تطلع من عندنا، وكانت يعني هي المدرسة في يعني في صور باهر مدرسة الوكالة، كانت مرات يعني تدرس بس للسادس ابتدائي، وبعدين عملوها للإعدادي، وبعدها صار البنات يطلع للمأمونية. المأمونية. شايف. الشباب يروحوا على الرشيدية والصبايا يروحوا على الرشيدية. نعم. والبنات على المأمونية. واللي بدها تكمل يقولوا على دار معلمين في رام الله في الطيرة. صحيح. شايف. هذول البنات اللي كانوا يعني عندهن يعني تفكير انه انا بدي استمر. حتى يعني انهم الدراسة العليا يعني نسميها يعني. صحيح. انه كان يطلع على دار المعلمات. لما تروح على دار المعلمات تعتبر انه هي انجزت
اكبر مستوى تعليم عندها، يعني انه انا وصلت لجامعه. يعني شوف، فكان أنا يتوظف. يمكن جيلي وجيلك، وإن كان في بيناتنا فرق صغير مش كتير كبير، لما كان يخلص الواحد أصلا توجيهي كان يتوظف اسمه معلم. نعم. يعني المواد اللي كانت تدرس، لما بتقول أنت خلصت مثلا دار معلمين أو دار معلمات، هذا لما يقولوا له يا أستاذ كل البلد تجي، اللي بده مكتوب يقرأ له، واللي بده صحيح. يبعت كذا، واللي بده خطاب، واللي بده يروح يخطب، واللي بده عطوة، واللي بده مش خدوا الأستاذ. يعني كان منصب له قيمته احترام. ويحترم. لأنه اليوم شهادات جامعية بيقرأوش عربي يا أستاذنا، يعني بيخربشوا بالعربي. متأسف يعني أنا. كنت أسمع يعني من رحمة الوالد يعني على كلمتك، إنه يعني اللي كان يدرس ويدرس قبل المدارس، خلينا نقول كانوا في عنا في البلد يعني اثنين الله يجزيهم الخير من العتكية، الشيوخ اللي يقولوا لهم شيوخ، كانوا يدرسوا الناس في البيوت يعلموهم، كان ما في مدرسة. صحيح. فشوف لوين انتماء الحب التدريس، حب التعليم. كان الناس عندهم يحب إنه ابنه يتعلم، كانوا يودوه على الشيخ هذا مشان يدرسوا في الدار. الكتاب يسموهم الكتاب. نعم. فكانوا يعني يعلموهم 100% التعليم، وإن كان مش تعليم يعني أكاديمي، بس كان تعليم أخلاقي درجة أولى، يعني الأخلاق والأدب والعلم في نفس الوقت. فهذا يعني كله تأسس الطالب على الاحترام والتقدير، شاف، والواجب اللي مفروض عليه. يعني أولا إحنا بنبني الإنسان من حصنه بمجموعة من المبادئ وبمجموعة من العادات والتقاليد الجيدة، وبعدين نقول له انطلق، ما نخافش عليه. نعم. هذا المقصود. لما كنا أنا رحت على الكتاب، أنا رحت 2 على الكتاب، يعني يمكن بتذكر بال 64 65، بس أنا عند شيخة كنت، يعني الشيخة سند عندنا بحارة السعدية. صحيح خزرتها 1.5 متر يعني، بس استفدت فيها، كنا نحبها. صحيح. أول إيش طالعين من الدار معانا جنبية، هاي اللي بسميها الجنبية، إحنا فرشة صغيرة وبريق المي من الدار، ونجيب كل يوم 4 العصر تقول جيب خميسك بكرة، جيب خميسك يعني جيب القسط الأسبوعي. فاللي يجيب كيلو رز، اللي عارف 5 بيضات فعلا، واللي كان مع أبوه يعطيه قرشين أردني يعطيهم للشيخ. بس لما طلعنا من عندها كنا حافظين قرآن، حافظين شعر، حافظين الألفابيتيكال، يعني اللغة العربية بأحرفها. هذا اللي بحكي إنه كان الإشي فيه انتماء في التعليم. يعني الشيخ لما كان يدرس ما كان يدرس عشان القرش والقرشين، يمكن كمان متطوع، يمكن ما كانش ياخد، بس التأسيس في الأساس كان على المبادئ والعادات والتقاليد اللي جيدة. هو اللي أنتج هذه الناس، هو اللي أنتج ارتباطها برأي الوطني والسياسي والأخلاقي والديني في مدينة القدس. صحيح. بالفعل هذول يعني المشايخ أو الكتاب هم بالفعل اللي كانوا مؤسسين لنهضة التعليم، لأنه زي ما تفضلت الطالب لما يأخذ فكرة عامة على أصول الأدب والأخلاق والعلم والدين، فلما يصح له مجال للتدريس أو في مدرسة يكون عنده خلفية وعنده الحفاظ متأسس على الأدب. ومؤسس، يعني كان متأسس على شيء مبين. فبعد الكتاب أجت المدارس الابتدائية هاي اللي هي للوكالة أيوة. فكان عندهم يعني شوية علم يعني مسبق، جاهزين. يعني ما أجوا من البيت رأسا بيجهلوا كل الأمور على المدرسة. صحيح. لو أجوا رأسا هيك لكان في شوية صعوبة. صحيح. لكن كان يعني عندهم الأمر سهل حتى استمروا في التدريس. وكانت المدارس في المرحلة الأولى يعني بالستينات كانت المعلمات يعني أو المعلمين، كان معلمين ولا معلمات، كانوا مخلصين أكثر من اليوم بكل يعني للأسف الشديد يعني. لا صحيح. كان يعني المدرس كان يعني يعطي كل جهده للطالب حتى الطالب يستفيد، أو المعلمة تدرس كانوا تعتبر إنه هذول البنات بناتها مشان تخرجهم يعني بأحسن ما يمكن وتفتخر فيهم، هم يعني نواة المستقبل يعني من ناحية التعليم. لكن يعني إحنا اليوم مع رغم إنه في تدريس وفي علم وخاصة اليوم يعني في تحت ظل الاحتلال يعني التدريس انتهى عن دوره، خلينا نحكيها بالخط الواضح والصورة الواضحة على الجميع يعني، لأنه الاحتلال فرض قوانين تحجم الأستاذ
انه يكون بواجبه، مع الرغم انه احنا ما بنقلل من قيمه الاستاذ. اكيد اكيد. الاستاذ مشكور على جهده، على تدريسه، على الواجب اللي بيكون فيه، لكن الاحتلال حجمه وطلب من كل الطلاب، يعني كل طالب بيطلب منه علنا الاحتلال احبسه. انه اذا الاستاذ بيضربك كف او بيحكي عليك تعال اشكي عليه. وحصل عده يعني مواقف مع اساتذه انحبسوا او انفصلوا عن وظيفتهم، فصار الاستاذ اللي له 20 سنه وله 30 سنه بدرس بيحترم بقول حاله، لك يا عمي انا شو بدي اسوي، بدي ابهد الحاله اخر العمر. هذه يعني دمرت التدريس، يعني خاصه في القدس يعني تحديدا. صحيح، لانه شو يعني القدس مستهدفه، احنا بنعرف على نعم. جميع الصعود وبالذات البنيه يعني التعليميه. وهي امبارح قرار من سلطات الاحتلال باغلاق 6 مدارس اللي هي تابعه للوكاله لانهم بيحاربوا الأونروا. والله بيعلم هدول الاولاد اللي بالمدارس 3 بمخيم شعفاط، وواحده بوادي الجوز، وواحده بسلوان، واظني واحده بسور باهر. نعم. ال6 مدارس المفروض تغلق اخر الشهر يعني، فالحرب شامله على كل الصعود. سور باهر قريه صغيره يمكن 4 حمايل. سور باهر نعم. هي قريه فيها 4 عائلات، لكن كل عيله تحتضن على كذا فخذ، يعني 4 فخاذ 5 فخاذ. من العائلات سور باهر المعتمده يعني هي عائله عميره وعائله الأطرش الفواقة، يعني برضو زي ما حكيت لك يعني بتضم كذا يعني فخذ، برضو عميري نفس الحاجة، والدويات تحتوي على كمان كذا فخذ يعني. وعائلة الجبور اللي هي يعني عائلة عطون وجد الله وعبد الجواد. طبعا هذه صارت عائلات كبيرة الآن. صحيح. لكن هي الأصل، أنا بحكي لك عن أصل العائلات في سور باهر. أما لما بدك تقيس على الآن فهي يعني توزعت العائلات، صارت أكثر من طبعا، واتسعت والبلد امتدت. نعم. والأهل سكنوا برا يعني التزاوج والهذا. صحيح، صار يعني عدد كبير من السكان الآن موجودين. وفي سور باهر. سور باهر في الأردن عد، يعني بدك تقول يعني نص جمعية سور باهر راحت على الأردن. وسور باهر يعني الحمد لله رب العالمين الآن يعني هي يعني محافظة، أقول لك يعني محافظة على مستوى القرية بشكل عام يعني. والأهل يعني الحمد لله لسه في عندهم انتماء لبعضهم البعض. وسور باهر يعني خرجت من الأبطال المناضلين يعني، خلينا نقول يعني. والحمد لله لا يزال النضال مستمر يعني في القرية. العرس كيف كان يصير زمان؟ قديش كان يكلف العرس؟ العرس يعني خلينا أقول لك أنا تزوجت بال64. طبعا أيام الرخص. قبلي أنا لسه كان في تكلفة أقل يعني. لكن أنا خلينا بالستينات. أنا بالنسبة لي يعني كان يعني في مهر يسموه يعني المهر اللي هو مبلغ محدود يعطيه العريس أو العريس لأهل العروس. فأنا في حينها كان مبلغ يعني اعتبروه يعني مبلغ مرتفع جدا يعني. أخذ 200 دينار 200 دينار أردني. وهذا كان يعني أعلى مهر. نسبة مهر يعني في القرية يعني، لأنه كان معدل للقرية 100 دينار 150 دينار. ففي حينها أنا قالوا 200 دينار. حتى لما رحنا طلبنا رحمة نسيبي الله يرحمه تعيش. قال والله غير تدفعوا كمان 5 دنانير إضافة. محبة يعني مش يعني جزء محبة يعني. فدفعنا 205 دنانير. هلا هذه ال 205 دنانير أهل العروس شو كانوا يكسوا هم كل شيء مع الذهب، مع مسمى بغرفة النوم الآن. شو غرفة النوم اللي كانت يطلعوها؟ يطلعوا فرشتين والحفين و4 مخدات وحرام يعني أو حرامين مع أنا العروس يعني. صح لي أشوف عقد الزواج تبع أبوي تجوز سنة 42. فبتكعكش بالوراء لقيت العقد الزواج، فبتطلع على المهر. الحاف يستق أزرق، مخدة سماوي زهري، بالتفصيل هذه اطلع أنا عليهم بقول يعني هذا المهر، هذا يعني جهاز يسمى جهاز يعني. طيب في رضا يعني وفي قناعة كان بالأشياء، إنه شو بدها العروس، شو بدها بيت يقويها ورجل يحميها. صحيح. أكتر من هيك شو يعني شو بدها. وكملت العرس على هذا الأساس. إحنا كملنا العرس الحمد لله. شيء طبيعي هذا يعني بفضل الله. يعني عرس على مستوى متقدم يعني. البلد كلها بتيجي
البلد كانت تشارك، والبلد بتشارك، بس والبلد مش بس بالحضور، صح؟ بكل حاجة كانت ضمن الإمكانيات. أكيد أكيد. يعني ما زي الآن يعني مئات الشواكي اللي كان نقطه على الفاضي، كان شيء رمزي يعني. وكانوا حتى يعني لما بيجيبوا يعني مثلا واحد تحملها رطل سكر لما تيجي تبارك ولا شغلات زي هيك يعني. وحتى الواحد لما يعطيك نص دينار أو دينار هذا يشوف يعني كثير في حينه يعني. وإحنا يعني بالنسبة لي أنا يوم ما صارت يعني الغدا خلينا نقول، لأنه كان في يعني مراسيم الزواج كان يعني تصير في خطبة وفي حنة يعني ليلة الحنة يعني خلينا نقول. كانوا أهل العريس يروحوا يعني 5-6 زلام ولا 10 زلام، وبرضو 10 نسوان على العروس يعمل حنة، يجيب لنا صينية حنة ويروح يحنين العروس في ايديها. أنا عارف هذه شغلات يعني عادات وتقاليد، عادات يعني وتقاليد. هذه كانت متبعة. ويسهروا هذيك الليلة عند أهل العروس يعني. وطبعا بعد ما يقدموا الواجب اللي عليهم يروحوا على البيت. طبعا أهل البلد يعني من شباب البلد ونساء البلد كانوا يجوا على أهل العريس برضو بعد ما خلصوا الحنة، بعد ما يرجعوا من الحنة يجوا على بيت العريس ويسهروا تعليلة. نعم هناك يشربوا قهوة وشاي وما شابه ذلك، ويطبلوا على الطبيلة هاي دربكة. نعم. فهذه عادات يعني كانت. واللي دبيكي كانت يعني في حينها في دبيكي يعني مع شبابي هيك. هذه السهرات لا في فرق موسيقية ولا غنائية ولا شابه ذلك. فإحنا يعني أنا في حينها يعني كنت أشتغل في الانتركونتيننتال وكنا شباب يعني ما شاء الله يعني شباب خلينا نقول من شوية عندنا وعي أكثر من الجيل اللي قبلنا يعني. صحيح. من ناحية ارتباط وعلاقات وحضارة خلينا. فكنا بعد ما نخلص الدوام في الانتر كنا متفقين مع باص لجبل الزيتون من باصات الطور يعني. أوريك يعني كيف المحبة والود يعني والتقارب من حتى في العمل يعني كان. فبعد الساعة 10 بالليل كان يجي الباص لباب الانتركونتيننتال يحملنا كلنا للموظفين يعني ونروح على سور باهر. والشباب كانوا أكثرهم ما شاء الله من جبل المكبر دبيكة ومن سور باهر في دبيكة يعني من موظفين يعني. وكانوا يظلوا سهرانين للصبح لصلاة الفجر. يا الله. يعني بدي واحد يتجوز من زملائهم ثاني يوم يعني ونظل سهرة. فهذا يعني الحمد لله من باب الود والتقارب والمحبة بين الزملاء وبين أهالي القرية وشبابها يعني للعريس. ولو جينا نتطلع اليوم انت بيجيك كرت عرس بتروح على قاعة بتعرفش حدا، مع انك انت ابن عم العريس ممكن تكون، بتلاقي الافات داخله والافات طالعة واكل طالع ونازل داخل، ما بتحس بالفرح من جوا الحقيقي زي اللي كنت تحس فيه في العرس اللي كان يصير في ساحة دارك او بدار جارك. يلتموا هالنسوان وهلا مناضة وعلى هالبساطة وهالتعاون ويضل العرس يعني يضلوا يحكوا في العرس الناس. اليوم صار وكأنه بلاستيك يا حج. ما هو اليوم اختلف يا أخي الكريم. اللي أول يعني زي ما حكينا إنه كانت العدد الناس أقلاء فالكل معروف للثاني يعني كل أهل القرية معروف عيلة وكأنها عيلة. صحيح. يتعاملوا كأنهم أسرة واحدة. صحيح. بتعاملوا يعني هذا ابننا العريس لازم يشاركوا في الزفة. تلاقي كل نساء سور باهر أو رجالاتها يشاركوا في الزفة، يروحوا يجيبوا العروس من دار أهلها لبيت العريس. بعكس اليوم زي ما تفضلت اليوم يعني بتلاقي الناس يعني في دعوة في القاعة الفلانية بيجيك ناس أروح يعني أقرب الناس يعني للعريس يعني ممكن إخوة العريس أو أهل العريس ما يعرفوش ضيوفهم. الناس فعلا. صارت خلاص تبعت هالكرتات عن أبو جنب يعني. بس هذا كان ينفع الناس اللي زيي أنا أروح على كل الإعراس يعني شوفوني أهل العريس أقول له من أهل العروس، شوفوني أهل العروس أقول له من أهل العريس، ما حدا يتبع. أنا بمزح طبعا بس هي صارت هيك في النهاية. اليوم تقدر تروح على أي غدا عرس على أي غدا طرح يعني وفاء أو كذا ما حدا يعرفك ما حدا تشوف تطلع وتدخل يعني. شو قصة المنافسة في الجريشة هاي؟ جريشة بيت صفافة وجريشة المكبر وجريشة بيت صحو وجريشة سلوان سور باهر تحديدا يعني. أنا هلا بدنا نقول إنه هي التوب عن سور باهر يعني بديش أقول لك إنه الطب بس لكن اللي أكلوها بس الناس هلا عشان جريشة اللي أكلوا أكلة شعبية يعني تصنع بالأفراح بالعادة. نعم. أكتر. هلا بحكي لنا تفاصيلها الحاج. بالنسبة للجريشة هي يعني
جريشة صور باهر، خلينا نقول يعني من أهالي قرية صور هي من باهر. القمح صح بالأساس؟ قمح بنطحن مم. خشن، مش يعني ناعم، لأنه الطريقة الصحيحة يعني يكون القمح خشن. هل هي نفس الفريكة؟ لا، آه. الفريكة تختلف اختلاف آه. كلي. أوكي. قمح عادي، آه. قمح عادي يعني بجرشوه على جروش يعني عشان يكون يعني خشن شوية، لأنه إذا كان ناعم الجريشة بتكون طعمها يختلف، بصير يعني سبحان الله بتخبص. نعم. فبكون خشن. فأهل قرية صور باهر بطبخوها هذه مش بمية عادية، بطبخوها من مية اللحمة. ليش هي تمتاز يعني في الدسم وفي الطعم ولذتها. فأول ما بركبوها من مع مركة اللحمة. أوكي. فبتعطي الدسم على الجريشة وبتطبخ في مركة اللحم. بعد ما تستوي تقريبا يعني بديروا عليها اللبن. أوكي. وبالإضافة بتضيفوا عليها كمان سمن بلدي. فهذه يعني تمتاز عن غيرها من القرى الثانيين. في قرى مثلا بحطوا اللبن وبحطوا ثومة عليه، بطبخوها بمية يعني وبحطوا اللبن. في ناس بطبخوها بس بالمية يعني عادي مرقة اللحمة. هاي انتوا اهل صور باهر بتقدموها فقط بالافراح؟ احنا بالبيوت عادي كمان كأكل شعبية يعني بالمناسبات. يوم ما تكون بدك تعمل طبخة منسف في البيت يعني اي واحد عنده في البيت يعني منسف بيعمل الجريش طبعا على قدر العائلة يعني. اما بالمناسف الرسمية في المناسبات كل اعراس يعني القرية يعني لما تكون اليوم في منسف يعني في مش حلو، لكن اليوم تغيرت الامور. صاروا يعملوا كيك وما شابه ذلك في الأعراس في القاعات. لكن احنا بنحكي عن مستوى القرية يعني. القرية لا تزال ملتزمة بتقاليدها وعاداتها في الغداء يعني اللي هي جريشة ومناسف. شايف كيف؟ في قرى ثانية إذا بيعملوا يعني جريشة بيعملوها بطريقة ثانية. في ناس بيعملوا معاها بندورة. طبعا أطعمة تختلف اختلاف كلي يعني. صحيح عن بعضها البعض. لما صارت حرب 67 كنت عريس لك سنتين بس. نعم، أنا في 67 كنت أشتغل في الانتركونتيننتال. وكنت بالفعل عريس يعني. كان معي بس بنت واحدة، البنت البكر يعني أشهر يعني شهرين أو طايح بشهر الثالث من العمر يعني. وإحنا يعني في الانتر لأنه يعني كان الانتركونتيننتال هو الفندق الوحيد على مستوى الضفة وعلى مستوى الأردن يعني بشكل عام يعني. الانتركونتيننتال افتتح سنة 60 ال 64 صار المؤتمر الوطني الفلسطيني. أيوة. أول مؤتمر مصري فلسطيني انعقد فيه، أول مجلس وطني فلسطيني بال 64 اللي أعلن عنه عن تأسيس منظمة التحرير الفلسطيني. وأحمد الشقيري كان حضر. نعم صحيح. والقيادة الأردنية كمان. فإحنا يعني بال 67 قبلها يعني بكم من يوم يعني بلش بوادر انه رايح يكون في حرب وكلام من هالنوع يعني. والوضع السياحي اختلف بشكل عام يعني في البلد اختلف يعني. بطلوا يعني كانوا يجوا التور ليدرز يعني يقول لك الوضع السياسي مش بطمنش لانه ممكن بيقولوا في حرب وما حرب والى اخره. فكنا احنا لانه حتى يعني في لنا يعني مكتب توصيل يعني الخدمات الشتل سيرفيس يعني. مكتب الشهوان يعني لأنه كان من أرقم كاتب القدس يعني. صحيح. للتاكسيات يعني. صحيح. فالإنتر كان ملتزم مع شهوان في تأمين يعني الموظفين لبيوتهم يعني. فكان يعني يطلع الساعة 10 بالليل 9 بالليل 11 بالليل 12 بالليل حسب الشفتات وزن. فإحنا لما كان مثلا نتأخر يعني عن الشفت ما نخلوش يستنى يعني. مثلا أنا كنت لما بدي أسكر القسم اللي أشتغل فيه مع المحاسبين اللي موجودين مرات نتأخر ربع ساعة أو ثلث ساعة بين ما تسلم الكاش تبعك وتسكر القسم تقول للتاكسي روح اطلع أنا بدبر حالي. لأنه إحنا رأس العمود هو الخط الرئيسي كان لمنطقة الجنوب يعني. صحيح صح. فننزل على رأس العمود. فأنا يوم من الأيام نزلت قبل الحرب بيومين بدي أروح يعني من مقبرة رأس العمود هاي اللي هي مقبرة لا تزال مقبرة لليهود يعني يقبروا فيها. فوجدت يا أخي منظر غريب جدا. الجيش العربي ملان المقبرة، جيش عربي بأسلحته. قلت والله ما شاء الله هذا الجيش اللهم صل على سيدنا محمد. قرب التحرير رايحين يحرروا كل القدس المحتلة يعني وفلسطين يعني خلينا نقول عدد كبير يعني من الجيش. وروحت اشرت لسيارة بقت رايحة على الخليل وركبت فيها وروحت.
ثاني يوم رجعنا على الدوام. حتى مين يعني اجى لليتها يعني قبل الحرب بيوم يعني شريف زيد بن ناصر كان هو رئيس اركان، وخاله ما هو شريف خاله الملك حسين صحيح. فكان فيش عندي في القاعه، انا كنت يعني في القسم الاستقبال يعني، فيش عندنا ضيوف يعني. فوقفنا على الشباك، بقول لي يا محمد المنطقه هذيك شو هي؟ هو شريف زيد بن شاكر. تعرف كانت الاناره خافت مش جدا وفيش اناره يعني حتى على الاقصى فيش اناره، في ضوء واحد على قبه الصخره. قبه الصخره صحيح. وكان باب المغاربه اذا بتتذكر كان فيش باب مغاربه، كان فيش. جبل مطموم بالسواد يعني تراب اسود صحيح. يعني اذا بنتذكر هذا انت الحكي. فوقفت بقول له يا باشا سيدي يا باشا، ما هو باشا كلها ما شاء الله عليهم. المنطقه هذيك اللي عليها الضوء هذه قبه الصخره، والمنطقه السمراء الاقصى معتم. قلت له هذا الاقصى. قال لي واللي بجنبه هذا شو؟ قلت له هذا باب المغاربه، والفي ضوء هياته بعد باب المغاربه التلي هذا ما هي زي تل مبين، زي تلي هذا النبي داود. وذولاك ضواوي الهابتات في اوتيل الملك داود في غرف فيهن اناره وغرف ايش فيهن بس كذا ضوء يعني. بقول له هذولاك يا باشا الملك داود، فندق الملك داود المسمى بالكينج ديفيد. لو شو بكون ان شاء الله بهمة سيدنا الا هالاسبوع احنا نكون هناك نتعشى هناك. قلت له الله يطول عمر سيد، هذه اخر لقاء مع رجالات الحكومه الاردنيه يعني في ذلك الوقت يعني. وقلت الله يا سيدي يوفقك ويوفق سيدنا. كانت عاد الحراسه تبعته تحت يعني. نزل وراح. بعد ما نزل انا سكرت انا، وكان حتى واحد محاسب معانا اخونا محمد نور مدير الاستخبارات العسكريه في الاردن يعني، اسمه عبد الحليم يعني، شاب لطيف يعني جدا يعني، زميل لنا يعني محاسب كان. سكرنا الكاش وروحنا. نزلت نفس الطريق على وين يا سيدي؟ على راس العمود، على المقبره. ما لقيتش ولا بني ادم. هذا يوم الاحد ليله الاثنين. جندي واحد تتمنى في المقبره اللي كانت ملانه في راس العمود راس كبسه جيش ملان، فيش ولا عسكري. روحنا عادي على الدار. ثاني يوم سمعنا الاخبار. احمد سعيد يعني في صوت العرب، هنيئا لك يا سمك البحر والى اخره من الشعارات الرنانه. شايف شو في، احنا بدنا نطلع الشغل يعني. قلنا في حرب يا جماعه، في حرب. فبالفعل الناس جمعت. احنا دارنا على الشارع الرئيسي، فكل يعني تقريبا اهل القريه من الشباب والرجال يعني اجوا عند الدار يعني على الشارع، مش على الشارع لانه هناك نقطه تجمع يعني خلينا نقول. فتواجدت هناك يعني الناس، شو في يا جماعه؟ سمعوا على الراديات اخبار، كله صوت العرب. احمد سعيد فيش الا احمد سعيد بلعلع، وثريته كاين مدمر على رؤوسهم الطيران، ودمرهم الطيران، مطاراتهم دمرت، وكل الامور هذه دمرت. والناس شو عرفها؟ وهو يقول لك احنا لما نسمع الاخبار نقول يا عمي والله ان شاء الله غير، نرجع على فلسطين المحتله ان شاء الله والقرى المحتله. فظلينا يا سيدي العزيز قاعدين لتقريبا العصر. هذا الحكي يوم الاثنين، مش حدا متحرك، فيش حركه مواصلات، خفيفه جدا صارت، والناس صارت تتحفظ يعني عن قبلها بيوم يعني يوم الاحد ويوم السبت شفنا شباب، وهذه شاهدتهم انا النسوان يعني والحجات يعني، صاروا يسالوا في شباب جيش يعني لابسين من التجنيد الاجباري او التجنيد الحرس الوطني الجديد، هذا اللي الخدمه الاجباريه، خدمه العلم. ايوه. فكانوا يعني في عدد يعني منهم حوالي 10-15 واحد جايين بيسالوا وين المناحت، بيسالوا في النسوان شو يا عم انتوا؟ قال يا عم احنا خدمه العلم وودونا، احنا الناس منا من جنين، ناس من مناطق يعني بعيده، واحنا إلنا فتره يعني نزلونا في مواقع يعني، وجابونا قالوا نروح على صورباهر على المناحت في كتيبه في هناك بدكم تنضموا للكتيبه اللي في صورباهر. فتعرف النسوان صار يدلوهم يطلعوا الشارع دغري في المدرسه، وظلوا مكملين. ما هي نقطه اخر نقطه التماس يعني
حدودية يعني. هناك كان في مغر وفي استحكامات يعني للكتيبة هذا الجيش يعني. فللأسف يعني بدل ما يبعثوا جيش نظامي بعتاد متطور جدا، بعثوا شباب جهال يعني في الحرب وفي الجيش وفي خدمة الجيش والقتال يعني للأسف الشديد يعني. فوصلوا يعني الموقع يعني. طبعا قعدوا هناك يعني هذول الأشخاص. ثاني يوم صار بقول لك الحرب. ظلينا احنا يوميتها في الشارع يعني موجودين، نشوف شو نسمع صار. الأخبار. شو أخبار أحمد سعيد؟ بقول لك هنيئا يا سمك البحر، والله قلنا دمروهم معناته دخلوا. فيا سيدي ظلينا للعصر تقريبا. العصر ما شفنا إلا في دبابات جايات من تل المكبر على صور باهر. فإحنا لما شفنا دبابات نزلنا عن الشوارع. فظلوا طالعين عارفين الطريق يعني، خطة مدروسة وهي ممكن تكون تسليم يعني حتى. يا الله. شاف على المناحت اللي هي مكان الجيش العربي يعني كله يعني هناك مركز الجيش. فرحمة الله على الشهداء، قتلوا العدد الأكبر منهم من الشباب اللي موجود هناك مع الجيش اللي موجود، واللي هرب لأنه فيش أسلحتهم، ما في أسلحة تقاوم يعني هذا الشيء. فبعدها في من اليهود اعتلى أسطح بيوت عندنا في البلد، بيوت عالية يعني صارت تكشف. فالناس هنا خافت، أهالي القرية يعني فكروا إنه اليهود دخلوا وبلش يعني الدبابات تدخل يعني واللاندروفرات المجنزرات تدخل يعني للقرية على أساس تروح على مطرحيل عن نقاط الالتماس اللي بين الطرفين يعني. فهنا الوضع صار يخوف بالنسبة للعقول القديمة، المعلومات القديمة اللي عند الأهالي 48 والمذابح شو عملوا المجازر في دير ياسين والقرى العربية اللي كانت يعني في يالو وما شابه ذلك. فالناس صاروا يخافوا على بناتهم. اللي عنده بنات يقول لك يا عم دبوا وشردوا من دارك، خلينا نروح على المغر، في مغارة، في مخزن، في كذا. فبالفعل الناس شردوا من بيوتها وتخبوا في المغر أو في الطيران اللي موجودة حوالين بيوتها. وإحنا من الناس اللي حتى انزلنا في يعني، لكن إحنا من أقرب الناس كنا بجوز على الطور اللي تحت دورنا يعني، تحت دورنا مباشرة لجيراننا في طور كبير بجوز يسع ل 200 بني آدم يعني. نزلنا فيه إحنا والجيران يعني والحارة يعني مغارة كاملة 200 شخص فيه 9 نعم. فظلينا قاعدين هذاك يعني بالفترة هذيك لليتها نمنا هناك في الطور يعني. ما نمناش طبعا يعني طبعا لا في أكل ولا في شرب، اللي الناس شردوا هيك يعني، لا واعي ولا إشي يعني. فيا سيدي العزيز ثاني يوم الصبح الساعة 10 تقريبا، بين 10 11 في واحد من الجنود الأردنيين، الجنود الرسمية يعني، ساكن في البلد وكان مقيم في البلد هو وزوجته ومعاه بنت ولد الله أعلم. الله يصلح حاله ويحفظه إذا ظل طيب، وإذا مات رحمة الله عليه. أجا باب الطور مكشوف يعني، زي ما تنزل من هنا من العمارة على الشارع. اليهود في عمارة عالية في أعلى فراس الجبل يعني، قريبة يعني لكن كاشفة، الجنود عليها. هو معاه كنه كلاشن، وقف باب الطور وطخ. وطبعا يعني زلمة ما بدناش نقول عنه يعني لا سمح الله أي حاجة، ومن باب الوطنية ممكن طبعا ضرب صلية كلاشن على مين؟ على العمارة على اللي عليها الجنود الجيش موجودين قاعدين يعني على البلكيين وعلى سطح البيت. فهنا يا سيدي العزيز لما ضرب اطلاق نار من هذه المنطقة، بلش الام 16 يعني بنعرف شو ام 16 على المغارة. رماية وين؟ على الساحة. لكن احنا الرماية لكن احنا متخبين هناك كلنا. الرماية ظلت رماية غزيرة، مش يعني طلق ظل بجوز ساعة وهم يضربوا. هذا العسكري أخذ مرته وولاده وشرد يا الله. دب يقال إنه على طريق بيت صحور التعامري يعني، والله أعلم عاد إنه هو ظل طيب أو مات، الله أعلم يعني، ما بنعرف عنه إشي يعني لليوم يعني. فهنا يا سيد العزيز ظلينا حوالي ساعة أو ساعتين وإحنا محشورين، لا حدا قادر يطلع برا ولا حدا قادر يتخرف يعني. كنا بلاش حتى حدا يسمع صوت المرة إذا، لأنه عرف الموقع أنه فيه سلاح. صحيح. فخمدت الأمور. لما خمدت الأمور وإطلاق النار، قلنا يا عمي هان ما ظلش إلنا مخبأ، خلينا نطلع، لأنه بجوز اليهود ينزلوا لأنه شافوا في مكان هنا في إطلاق نار.
فبالفعل اللي موجودين في الطور كلهم طلعوا بعرك السناسل وعرك البيوت، ودبينا على الجبل، منطقة الجبل يعني في سور باهر. ومن منطقة الجبل هذا كله مشي على الأقدام، يعني اللي حامل ابنه على كتفه، اللي حامل بنته، اللي هو يعني لأنه ما حدا حامل أغراض يعني. صحيح. أغراض، ونقول لك حاملين أغراض، فيش حدا حامل أغراض. فطلعنا من البلد على منطقة الجبل، من الجبل طلعنا على منطقة التعامرة. أول ما تولينا في منطقة التعامرة، شايف هناك يعني قعدنا تحت شجر الفتاوي، في شجر الفتاوي بيقولوا له يعني منطقة أرض الفتاوي يعني في التعامرة. فقعدنا هناك استراحنا يعني استراحة يعني ليلة، لأنه وصلنا بالليل يعني. طبعا نمنا، لكن أولاد بتعرف أولاد يعني صغار بدهم أكل، بدهم يشرب، فيش حدا يطعمك، فيش حدا يستضيفك. يا الله. قلت أنا شخصيا قلت يا جماعة بهم مش خلينا أنا في ابن عم إلي أستاذ جمعة يعني. قلت يا أستاذ شو رأيك نروح، يا إما بطخونا يا إما وين؟ قلنا نروح على بيت سحور، أقرب إشي صارت علينا بيت سحور. ما فيش ذكيين، فيش شيء. قلنا بيت سحور بجوز لك إنه يعني مكان فاتح، يعني شو مكان نجيب شوية رز أي حاجة يعني يسلكوها بمية يطعموا لي أولاد صغار. بالفعل رحت أنا، والله يشفيه ويعافيه يعني، الله يشفيه. ابن عم إلي اسمه جمعة يعني أبو وائل. رحت أنا وياه على بيت سحور، مشي شوف من هذيك المنطقة مشي. لقينا في دكان، يا عم شو في عندك؟ قال والله يا عم ما في عندي ولا شيء، في رز تأخذوا رز؟ كنا يا عم أعطينا رطل رز. مشي عنا تراك رطل، كنا بكيس هيك، أخذنا رطل أو 4 كيلو رز ورجعنا على يا المنطقة الله. شو في؟ قلنا يا عم والله ما في ولا شيء، خذني يا نسوان هالرزات. ولعنا هناك حطب، مش لا في لا فرن ولا في غاز ولا في ببور اللي تديروا. طلعنا من المغارة، وين رحنا؟ تحركنا بقول لك على منطقة تعامرة. ومن هناك توسع الاعتداء يعني على منطقة القدس كلها يعني. وصرنا نسمع يعني يوم ما نوصل بعد الأماكن اللي فيها يعني راديوهات أخبار، نسمع يقولوا اليهود دخلوا على المنطقة الفلانية وعلى المنطقة. فإحنا توجهنا بعد التعامرة على العبدية. كم هلا صرنا جنوب صرنا نبعد يعني، لأنه يقولوا هاي بلشوا يضربوا بلشوا كذا. ففي لي أخ من الإخوة اللي بيجي بعد مباشرة، يوم الحرب كان في القدس، يوم دخلت اليهود الله يجزيه الخير. الزلمة عنده حماس قوي جدا وعنده انتماء يعني. طلع على أسوار القدس مع الجيش اللي موجود على الأسوار، شايف كيف؟ مشان يقدم خدمات للجيش. فهنا لما احنا طلعنا امي عيت تطلع معنا، بدها تطمن على الولد. الام يعني قلبها غير شيء. الام قالت انا بروحش الا لما يروح علي يا حج اليهود. وهي اليهود وصلوا هنا يوم باب الدار على الشارع. قالت انا والله لو يطخوني ما بطلع. امي ظلت هي واخوي الصغير اصغر واحد فينا في الدار. يا الله. هلا احنا لما وصلنا التعامرة، انا وطبعا اخوي الكبير اللي معاه عيله كبيره يعني، واهل البلد كلها ما ظلش في المنطقه كلها الا امي، وكمان جاره إلنا برضو مره كبير يعني من جيل امي او اكبر من امي حتى، يعني حجات كبار يعني. فلما وصلنا العبديه الناس لقينا ناس بتشرد قاعده، ميلنا على ناس بنعرفهم هناك، قالوا والله احنا بدنا نروح على عمان. ففي اللحظة هذه احنا اخذنا قرار يعني انا واخوي. قلت يا ابو مروان الله يرحمه، انا يا اخوي بدي ارجع اشوف امي، شو ما يصير يصير، شو رايك؟ قال يا محمد وين نرجع؟ بطخوا اليهود وبقتلوا، واحنا الاولاد صغار، اولادهم هم بيكونوا صغار يعني عيله كبيره. عيله كبيره صحيح. قلت له والله يا اخوي انا معي هالبنت بدهم يطخونا يقتلونا، بدي ارجع صغير انا إلنا الله انا راجعين. قال لي بنرجع مع بعض. رجعنا من العبديه على منطقة وادي الحمص، مشي يا الله بدون تردد. وصلنا وادي الحمص المغربيات مع الغروب يعني. نمنا في الكروم هناك في كرم، نمنا هناك. احنا ما حدا نايم ونايمين، قعدنا طبعا كنا دا نشوف شو وضع البلد. سمعناهم بيقولوا انه في منع تجول، اليهود معلنا انه منع تجول. طيب واللي بتجول بطخوه، كيف بدنا نروح؟ كيف بدنا نوصل البلد؟
لما رفعوا ساعتين من اه الساعة كنا 10 الصبح للساعة 1 أو للساعة 12، قلت يا موسى أخوي خلينا نروح على نوكل. البلد. أجينا من وادي الحمص على البلد، أول البلد من الجهة الشرقية، في دار خالتي يعني هناك نسايبه لأخوي. اها ميل عليهم، قلت له أنا والله يا أخوي أنا ماني مميل. يا محمد قلت له والله أنا ماني مميل، بدي اكمل. أنا بدي أروح على أمي. بنروح بس احنا نأمن حالنا، انا بديش انا بس الليل بدي انام هنا، بروح على دار بنتي، في له بنت بدها تتجوز في لها دار يعني في حاره دار عطون يعني. مهم. قلت له يا اخوي انت روح وين ما بدك، انا بدي اروح على امي. على امي. بطخوك يا ولد، شاب صغير انا شو يعني، اه عريس جديد يعني، عمر يا بنتي الله. لسه بقول لك 3 شهور يعني. يا. قلت له ابدا، والله سحبنا حالنا وطلعنا. لما وصلت الشارع الرئيسي في البلد يعني تقريبا قربت على يعني بيتنا حوالي 200 300 متر، اثريت اليهود يا سيدي عاملين بيت اخوي هذا، لانه على الشارع الرئيسي، اه مكسرين الابواب، مدمرين البيت، وعاملينه قياده الجيش تبعهم، يا حبيبي. لانه منطقه تجمع يعني، مفترق طرق، ومنطقه حساسه كموقع يعني، اللي بيجي من بيت لحم، بتطل من بيت صحور، من رمات رحيل، من القدس، من كل المناطق بتوصل للنقطه لا هذه. انت. وانا بيتي كنت مبني بيت بس مش مصلحه، اما محدده، مخلعين ابواب الحديد وعاملينه غرف نوم للجيش، حاطين فيه تخوت، بعدين اتضح لنا يعني في الغرف تبعت السكنه تبعت بيتي انا. والله لما وصلت انا قربت يعني، الا هم لاقيني جنود 2 بالبوريد، ممنوع تجول، شاهرين السلاح عليك، وقف وقع. أوه شو يا عمي وين رايح، ما بتعرف انه في؟ قلت لهم يا حبي انا ما بعرف، بس حس عالي يعني. ومعاه مرتي حامل البنت صغيره، وين بدك؟ قلت له انا بدي اروح على بيتنا، هاي بيتنا، بقيت لسه فيش بنايات كبيره يعني، مبينين البيوت. بين مع الشارع. قال لي بتعرف هون الجيش، هون منطقه عسكريه ما بتقدر تدخل، امك هون، امي مسكينه طول الفتره مسكره حالها، يا الله. لا حدا بيعرف انه في البيت حدا ولا شيء. قلت له امي مره كبيره. اتصيحنا هيك يعني، بس حس عالي يعني. سمعنا كنا كراب يعني، صار يعني زي هانا مسموع الصوت الثاني ومكشوفه. والله له جاي ضابط كنا تاج ورقه دوالي على كتفه، شو مالكم شو جاي، ما بتعرف انه ممنوع تجول؟ لو طخك هلا. قلت له يا حبيبي بحكي معنا عربي مكسر يعني. قلت له انا والله انا هاي ما في معي ولا شيء، انا هاي بنتي ومرتي، وانا هاي بيتي هاي امي. قال لا فيش حدا، احنا كذا يوم هون، كل الجيش في الساحه. قلت له ما في امي. والله اقتنع الضابط، لو بقول له امشي معاه شوف يعني، بما معناه انه صادق ولا كذاب. والله مشى معي لباب الدار، طبل على الدار. يا حج انا محمد افتحي، شو جايبك؟ قلت لها انا جيت. فتحت الباب وسكرت راسا الباب وهم راح. يا الله. قالت لي شو جنيت، شو جايبك؟ قلت لها والله هيك قعدنا في البيت. لكن احنا الحمد لله مش خوفنا لا على اكل ولا على شرب ولا على شيء. احنا هلا كلكنا صار مع امي تضامنا، صار يعني الكلك الاكبر مش على حياتنا، على اخوي اللي مش معروف وين هو، ولا كل اخوي الكبير مع عياله ومع زوجته ومع ابنائه معروف، بده يرجع، بده يروح، بده يروح على الاردن، هو حر يعني، حر. وامي مسكينه تبكي يعني، شو صار في علي ومات قعدنا اول ليله فيش لا اكل، طبعا احنا مش يعني لا مفهوم في الدار موجود أكيد. يعني اما يعني مش يعني بشكل عام البلد مسكر فيش شيء. والله قعدنا اول ليله. ثاني يوم الجيش في عندنا زي ما نقول جرن يعني، الجيش وعاملين سينما، شاشات سينما، احتفال وللصبح اغاني واناشيد وفيديوهات لهم، لكن احنا مش قادرين نفتح الشبابيك. والله امي راحت هيك يوم رفعوا منع التجول، راحت امي عبت لنا سطل المياه من البير، في بير في الجرن يعني، لما تطلع على البير مكشوف القياده قدامك والجيش كله منعوف على الجرن. ظلينا في المعاناه هذه، وامي يما شو بدك تسوي، ايش بدنا نعمل؟ شوف الجيش بهدله وبطخوا علينا،
بطلقوا النار علينا على مم. الشبابيك يعني على الدار. بكتونا يا حجي، يقول والله انا لو بموت ما بطلع الا لما اشوف يا علي. الله. كنا والله استمرينا ظلينا قاعدين طول الفتره يعني هناك لما هدت الامور. طبعا يعني الناس كانت بلشت الناس ترجع على القريه على يعني. البلد. بس المنطقه الشرقيه في القريه تلانا فوق ما حدا يجي. استحكام. معسكر كامل. رسمي. ودار اخوي لغموا حواليها كله، لغموها كلها الغام، شبكه الغام كامله يعني. والله ظلينا يعني عايشين في نفس المكان لما هدت الامور. بعد ما هدت الامور يعني بفتره هيك ولا اخوي جاي، قلنا الحمد لله. شو يا علي؟ قال لي انا هيك والامور خربت. اليهود دخلوا كل المناطق ولا احنا هينا روحنا. قلنا يا سيدي شو بدنا نسوي؟ لا حول ولا قوه الا بالله. بعد فتره هاي اليهود انتشرت على كل المواقع، خلاص. ومواقع الالتماس وعلى الحدود اللي كانت يعني في متقاربه بين متقاربة القرى من بعضها بعض. البعض. فبعدها انسحبوا اليهود بعد فتره يعني كذا يوم يعني. طلعوا، لما طلعوا دشروا الاشي زي ما هو. الالغام العده تبعتهم هاي. فاخوي يوم ما رجع من دارنا سايبه وشاف الجيش معسكر، قال وين بدي اروح؟ داري فيش حدا، وين بدي اروح اضلني اترمى؟ راح على الاردن. اخذ اولاده كانوا يجيبوا بساط اذا بتتذكر، يحملوا الناس اللي بدوروا على الاردن. طلع مع اللي راحوا على الاردن. قال لي يا شو يا محمد تروح انت هاي على اجا نروح انا وياك وامي والاولاد؟ قلت له يا اخوي انا والله ما انا رايح، انا امي هينا هانا واللي شو بصير علينا اللي من الله يا محلى. ظليت انا وامي واخوتي الصغار موجودين في البيت. ولما انسحبوا الجيش يعني بعد فتره كذا يوم انسحب من البيت. لما طلعنا الا في الحجوره احنا بتعرف نجهل الالغام. بس ربنا اللي لطف سبحان الله. ولا البنات طاحن بدهن لقطن خبيزه مش عارف شو لفيته من الحواشير. وكان في مكاثي مزروعه، مكاثي زهر وقنابيط. الا في زي بتكون في صحون بلطات هيك اثرت كله الغام يعني مساعده تزيح البنايه كلها. وما طلعنا الا هي كلها الغام. كنا يا عم ما حد يقرب ولا واحد يقرب على دار مروان نهائي. كان في لهم نقطه في رمات رحيل هناك محل ما كان الجيش العربي يعني عملوا هناك يعني نقطه للجيش. رحنا عليهم يا عمي هذا هيك اولاد صغار واطفال وهيك. والله اجوا ضابط او مسؤول من الفرق يعني بقول يا حبيبي ممنوع هذا الغام، هذا لازم تنفك قبل ما يطلعوا. كنا يا عمي هي احنا شايفين الوضع. لا بقول مش مشكله. كنا ثاني يوم اللي هم بعد فرقه الهندسه فكوهن كلياتهن الالغام. لكن يوم ما دخلنا على الدور الا هن دمار، مدمرات، دمار بشكل يعني. هنا ظلت الامور عاد. احنا بلشت الحياه ترجع شوي بشكل عام يعني في الضفه وفي القدس وكلياتهم. طبعا الاوتيل يعني كان مسكر بالفتره هاي. الانتركونتيننتال ما فيش موظفين ولا في خدمه استقبال لزباين ابدا، لانه فيش سواح يعني. فظلينا يعني صرنا نتحرك يعني هان يعني بتعرف الواحد بده يتحرك بده مشان يعني طبعا كمل الحياه بدها تكمل، الحياه بدها تمشي. فلغايه ما فتح الانتركونتيننتال يعني. لما فتح الانتركونتيننتال رجعنا للشغل يعني. احنا هذا بالنسبه لمجال حرب 67. لكن يعني اللي شاهد منظر الحرب 67 وعاصروا القضيه قضيه تسليم. موضوع التسليم مش حرب. لا اللي بقول لك حرب بضحك على نفسه. لانه خلال ساعات كانوا داخلين مش ايام. كانوا 6 ايام، هم قالوا 6 ساعات. 6 ساعات بالفعل. 6 ساعات. بقول لك الساعه 10 11 كانوا داخلين على القرى الحدوديه. وين الحرب؟ وين الجيش اللي بده يدافع ويقاوم؟ كلياتها مؤامرات على الشعب الفلسطيني وعلى القضيه الفلسطينيه. ابو محمد عندك 5 أولاد 6 أولاد؟ الحمد لله 6 و4 بنات. و4 بنات. أنت ذقت الاعتقال وأولادك كلهم تقريبا ذاقوا الاعتقال. نعم. أنا بال2000 أو قبل 2000 كذا شهر يعني 99 يعني اعتقلت
على قضايا، طبعا قضايا أمنية يعني مش هتكون يعني. ما أكيد. نعم. وكانت مدة الاعتقال تقريبا، وكانت قضية يعني شوية صعبة هي بشكل عام يعني، من ناحية بدناش نوضح كثور يعني أمور كثيرة فيها، لكن كانت قضية يعني قضية يعني مهتمين فيها الأمن الإسرائيلي. واستمريت في زنازين 20 قسم 20 يعني للشباك قرابة شهرين يعني، بالضبط 58 يوم يعني، لا محامي ولا زيارات ولا إلى آخره يعني. وهذا من كله عمليات ضغط. وكان يعني أكثر شيء يعني في التحقيق هو الأمور النفسية يعني. كان الشبح يعني يعتمدوا، لو كان ضرب لسه كان أهون شوية يعني، أكون صادق معاك يعني. الضرب ممكن الإنسان يعني يتعود على الضرب، لكن كانت الأساليب التحقيق هي أساليب شبح وعقاب نفسي يعني، من ناحية مكيفات تبريد، وفي نفس الوقت تسخين، درجة حرارة عالية اللي الإنسان ما يطيقهاش من مرة. وزوج برضو أصوات مزعجة جدا، طبل ومزعج مشان تأثر على الدماغ أو على السمع يعني. وعدم النوم كان ما في نوم من مرة يعني إرهاق للإنسان يعني، من أجل أنه يشت عقله أو التركيز في أي كلمة ممكن يعني يحكيها أو ينسأل. فهذا من أساليبهم يعني. وبعد يعني فترة يعني، حتى خطورة القضية، جابوا إلي ابن محمود اسمه أبو كتيبة، اللي هو كان محكوم بالمؤبدات 4 مرات مدى الحياة يعني. جابوه للتحقيق يعني، نزلوه يعني بني آدم محكوم 400 سنة بنزلوه على قضية يعني بعتبرها أنا تافهة يعني من ناحية أمنية يعني كثير. ماش لازم يجيب ناس يعني مؤبدات مشان يعني يقدر يثبت عليك أو يدينك أو يأخذوا منه معلومة اللي تدينك. لأني أنا بصراحة يعني الله سبحانه وتعالى هو اللي أعاننا يعني للصمود أكيد والثبات. أكيد. شايف كيف في القضية يعني. فجابوا محمود، وأنا كانت هذه مفاجأة كبيرة وصدمة في نفس الوقت، أكون صادق معاك، لأنه أنا ما حدا بيعلم عن وضعي ومليش علاقة مع محمود، لكن شبك الأمور كلها يعني مع بعضها البعض بمحاولة أو أي خيط بالضبط. فأجى محمود، وكانت مجية محمود يعني الحمد لله يعني هي الفرج يعني الحمد لله. فلما دخلونا نقابل بعضنا، وأنا تفاجأت جدا يعني، ما كنتش متأمل يوم من الأيام إنه يوصلوا للدرجة هاي يعني. فلما دخلونا على مكتب المسؤول للتحقيقات في الشباك يعني، تعرف كله لواقط ومجسات يعني، هذا حساسة جدا يعني. فبعطوك الوهم انه يعني بنفتح لك مجال ديون انت ابنك يعني او. وحتى شوف لوين يعني بدهم يغروك يا الانسان. سمحوا قالوا لي نخلي الحج يجيب لك معمول، كانوا في رمضان يعني موجهين على عيد الفطر يعني. فبالفعل ضابط المسؤول تبع سور باهر يعني في حينها من جهازه اتصلت على البيت، وكان اللي يقول للحج اذا عاملين معمول يجيبوا لكم معمول. احنا شوف لوين يعني ما احسننا مشان يعني انه فكر يعني انه اغراءات بده يعني تعطيني اني معلومه انا اسرب له اي معلومه. فبالفعل اتصلت على الحج قلت لها حج اشتغلتوا معمول؟ قالت والله سوينا للاولاد. قلت لها جيبي معمول وجيبي فستق حلبي برمه وجيبي بكلاوي وجيبي على الباب بدهم. قالت معقول؟ قلت جيبي يا حج معقول، يا بكبوا يا باخذوا لا زي ما نقول مثلا لاحق العيار لباب الدار. صحيح. فبالفعل جابت الحجة. شوف الترتيب يعني كيف كانوا جايبين محمود حاطينه يعني في الزنازين. الحجة صباحا وافقوا لها بالدخول، دخلوا الحجة واخذوا الحلويات من الحجة وجابوهن عنا المكتب، مكتب المسؤول. ولا هم بقول لي اجوا فكونا، كنت بالشبح يعني فكوا، كنت على كرسي صغير هيك وغطي مع مقيد برجلي وبدي من الخلف، ففكوهن واخذوا دخلونا على المكتب. ولا هو بقول هاي الحجة، سلمنا على الحجة. لكن احنا يعني واحد يفكر 100 قصة شو وراها، شو اللي بصير قاعد يعني وراء الأكمة ما وراءها. بقول هلا بنفاجئكم شيء بهمش يعني، أنا بدي أدخلكم محمود. الأمانة كانت هي صدمة أقول لك يعني بصراحة يعني. محمود
بس هلا بدها تصير حرب اعصاب يعني. بقول له والله فرصه نشوفه زمان جميله جدا اذا بتدخل صحيح اذا انك سادك البعيد. اذا انه بتدخل بتجيب محمود، والله إلي كذا سنه محمود له بالسجن، شايف له 10 سنين، عم بوابل 10 سنين 8 سنين، ما شفتوش الا بزيارات، ومرات بزور مرات بزورش، فبنشوفه عن قرب فرصه كويسه. والله بالفعل الا محمود داخل. الامانه كانت يعني صدمه، اقول لك مش صدمه بضحك يعني صدمه بالمعنى الكلمه. تعبطنا مع محمود، فطبعا قعدنا ولا بقول يعني شو بدكم تشربوا شاي؟ قلنا لا احنا لا بدنا لا شاي ولا شيء. في كمان نسيبي كان في القضيه معاي يعني، قالت له الحاجه جيب لنا ابو حسين. والله قال ليش لا، راح جابه، سلمنا عليه على محمود، ومحمود هز راسه يعني يوم قال شاي وقلنا بدناش، هز راسه، انا يعني بنشرب الشاي، خليه واقف ويجيبوا شاي. احنا مفهومنا انه بيقولوا بسموك وبحطوا مخدرات فجابوا شاي بالفعل. الحجه ما شربتش، وانا شربت، محمود شرب، ابو حسين شرب، والله شوي شوي لما بقولوا خلاص يعني الحجه بدنا نطلعها تروح. عاد الحجه مسكينه على اعصابها، بتقول انا وانا داخل ما حدا اساء معي تصرف، ما بتروينا بعدين. اما في الخروج تصرف سيء جدا من المجندات او من المخابرات النسائيه يعني، ما اخذوش اللي بدهم اياه. المهم انه روحت يعني الحج في النهايه، لو حتى رايحين جايبين روزنتال المحامي وما هي داخل الحج يعني صار يدربك الشباب. يعني الاهل مره. المهم يا سيدي العزيز، اخذوني انا ومحمود ونسيبي، وجابوا معانا واحد احمد العروري، 4 حطونا في الزنزانه، تختين هيك، تخت فوق تخت 2، مشان يعني ياخذوا منا اي معلومه يعني. احنا عاده قلنا خلاص يعني بالاشاره يعني انه ناقشوا امور، انسوا شيء اسمه سجون يعني. صرنا نداون، انا بحس على اقول والله يا محمود مليح يا بل انحبست انا وجابوك، شاهدناك عن قرب، هينا قراب عن بعضنا وسلمنا عليك والحمد لله صحتك كويسه، من هذا الكلام يعني. وهذاك نفس الشيء، وهذاك ظل. لكن احنا مش عارفين يا اخي الكريم انه الساعه 4 الصبح ولا سحور ولا افطار، زنزانه مسكره من كل الجوانب. والله ظلينا كلهم باقيين في لواقط، بالاضافه لهذه في لواقط ثانيه. حتى محمود بقوا يومهم جايبينه بلصقوا على الحيط تبع الزنزانه، باقيين فاتحين الزنزانه من بركبوا على الحيط كمان لاقط كبير. فبقول يعني هو يوم دخلنا بقول يعني انا هان في بس بالاشاره صار يحكي لنا انه في يعني لواقط، بس مش منتبهين له، هم جارين. فظلينا ليليتها بقول لك، لكن اي ساعه وامتى العلم عند الله. بعد هيك فتره ولا هم جايين ماخذين محمود يعني كذا ساعه يعني. والله بعدها اجوا اخذوا نسيبي، ظليت مين انا والعروري في نفس الزمن. طبعا النقاش عادي، صرنا احنا فهمنا الطبه والزلمه محكومه بدون يحكم. ظلينا قاعدين بجوز بالنهار بالليل الله اعلم، ما شفنا لهم ماخذين العروري هذا، ولا هم جايين ماخذين كلبشوني وحطوني بالزنزانه. بنساهاش يعني، بابها بفتح لبرا من كثر ما هي كبيره ما شاء الله، فرشه جلد من تبعات المستشفيات الصغار ال5 سم. الزنزانه قد الفرشه، فتح الباب ودفعني دفع اللي انا على طولي في على الفرشه. زنزانه ما فيها ولا اي شيء، ولا فيها اي مقومات للحياه، لا بعيد عنك دوره مياه ولا ميه ولا سعه، قد الفرشه بالضبط يعني. سكر باب حديد طبقه هيك وراح. منها انا بلشت الامور، لكن انا صار عندي افق يعني في القضيه كلها يعني. بعدها من التحقيقات اخذونا كذا مره، اعادوا للجهاز الكذب هذا، جابوا لي محققين ختياريه ونسوان ومحققات طبعا. اخر اشي يعني ضربوا كلمه هيك، كنت يا زلمه انتوا ما انا صار عندي هالافق اني احكي. قلت له يا زلمه انتوا بتقولوا يعني روح عند ابو احمد، بدي ما هو خلص بدك تفتح الخط. قال شو يعني روح عند ابو احمد؟ قلت له مزبوط، انا الشباب بقول له روح عند ابو احمد، جيبوا الاغراض اللي عند ابو احمد. انا يا عمي ما بنكر، وروحوا على السجون
أنا بقيت أخذ زيت، ناق زيت، أخذ شوالات ليمون، شوالات شاي كذا، كرتونة، بلاطات، مراوح، تلفزيونات، أواعي. أنا كنت أدخل للمساجين، كانوا يطلبوا مني وأنا بقيت أشتغل. وضع الحمد لله يعني مقبول، يعني أولادي يشتغلوا، أخذ من أولادي وأسأل الناس أهالي الأسرة إذا حدا يعني وضعه كويس يدفع له 100 شيكل 50 شيكل، يطلبوا منا كذا، نلملم من بعضنا البعض وأنا أوديهن. أنا مزبوط، يا أروح أنا يا واحد من أهل يبعثوا لي واحد وأخذهن. قال لي لا 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 مش هذا الموضوع. فتحنا من هذا الباب، يعني في صار ايش إن مخرج يعني. في النهاية لا بقول لي لا لا خلينا ندخل على عمك، شوف الوضع مش وضع لا مواد غذائية ولا بلاطات ولا تلفزيونات. قلت له لك وانت تحكوا عن يعني بنقول السلاح مثلا، قلت له سلاح الشخصي يعني خلاص بدك تطلع من الموضوع. قلت له هذا سلاح شخصي وله جاي دخلوا هلا الطاقم الأعلى مستوى. هو بقول لي مسؤول التحقيقات أنا مش كلب ترمي لي عظمه بالحرف الواحد. قلت له أنا ما أنا جاي لك لا كلب ولا غزال، أنا بقول لك هذا اللي موجود عندي. شدوا بالإجراءات الأمنية والتحقيقات، انضغط، صاروا يضغطوا أكثر يعني. وظليت الموقف هو يعني الحمد لله. حولونا للمحكمة المركزية، من محكمة الصلح لأنها تحولت للمحكمة 3 قضاة كانت يعني القضية. ففي النهاية يعني أنا قدرت إني مع المحامي يعني سمحوا للمحامي يعني يحضر القضية، لأنه بالبداية كان ما فيش مجال من فسمحوا للمحامي، وأنا ظليت ضاغط على هذا الموضوع. والقاضي في النهاية اقتنع إنه يعني هذا إلي أنا شخصي، وقال يا عمي تعرف كانت الأمور يعني لسه أهون من هلا يعني شوية. فقالوا يا عمي خلاص نكتفي بسنة يعني. فمضينا سنة داخل السجن يا محترم، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. فبعدها ظلينا عادت. كان محمود بالسجن، وأبو حذيفة كان بالسجن، وأبو مجاهد النائب كان بالسجن. وهذول بلشوا مشاكلهم قبل مشكلتي أنا يعني. أبو مجاهد وأبو قتيبة محمود هذول من 87 88 بالانتفاضة الأولى، يعني من النشطاء كانوا يعني في الانتفاضة. فسبحان الله اعتقلوا يعني في الانتفاضة يعني، منهم اعتقل 3 سنين ومنهم 4 سنين. شايف كيف؟ وبلشت الحياة هانا مستمرة يعني. ومحمود لما طلع وكان يعني أبو مجاهد طبعا الله يحفظهم الجميع يعني. أمين. هو درس في المدرسة الشرعية في الأقصى يعني، وكمل الدراسات الجامعية في كلية الشريعة وأصول الدين، وحصل على الماجستير. وبرضه محمود كمل يعني في الرشيدية، وتحول لأم الفحم لكلية الشريعة في أم الفحم. وأبو حذيفة كمان في المدرسة الثانوية الشرعية في الأقصى، وكمل برضه في جامعة القدس. كلهم شريعة وأصول الدين الحمد لله رب العالمين. تضطر أم أحمد تلف على 4-5 سجون لمدى سنوات طويلة، من الشمال فلسطين لجنوب فلسطين. احنا في وقت من الأوقات كنا 5 في السجن، يعني كل أولاد بشكل عام، بس الأحكام متفاوتة. فأنا كان نصيبي في جلمة. أنا لما حولوني على الجلمة. كان أبو كتيبة أبو حذيفة في الدمون، إذا مش غلطان في الدمون في حيفا. كان أبو مجاهد في عسقلان في الجنوب. كان أبو كتيبة في بير السبع وقتها، وكانوا البقية في المسكوبية. كيف كانت توزيعة محترمة جغرافية حلوة عدل. هذا هو. فحاولنا يعني حتى في البوسطة أول ما ودونا عدمونا عند إياد، لكن رفضوا يعني إدارة السجن إنه تجمعنا أو يدخلونا يعني عند بعضنا البعض. قعدوني في الانتظار في الأمتنة بسموها ليلة كاملة، بيتوني لأن نزلونا الصبح من هانا من ما أخذونا من المسكوبية على الرملة، ومن الرملة تعرف البوصة ما بتلف على كل السجون يعني. فوصلنا الصبح يعني الدمون هناك على أساس إنه خلص أنا على الدمون. فقعدت هناك ظلينا لما كانوا 100 زيارة للمساجين يعني سبحان الله. وشاهدونا يعني عدد كبير من لأنه هناك
الامتنانات تبعتهم على الشارع، او هي المكان اللي وقفون اياه في الساحه يعني. فشافونا وقالوا يا عم حضروا تاخذ لابو احمد. هاي ابو احمد هان. ظلينا لا بعد العصر، بعد ما خلصنا كل الزيارات ولا هم جايين اخذوني وطلعوني على مكتب لضابط هيك، وانا كان فيها حوالي 6-7 ضباط. بلشوا يحكوا ليش هان ومين هان واولادك. قلت لهم طبعا انا هيك وانا بحب اكون يعني عند واحد من الاولاد، على اساس انه يعني نهون على اللي بدهم يجوا يزورونا يعني في الزيارات. ولا اول واحده حكت مديرة السجن او مدير السجن، لا بقول انا ما بستقبلك شلون. الا مدير الاستخبارات بقول برضه ما فيش داعي تضلك انت هون. قلت له زي ما بدكم. حطوني في زنزانه، والله ما بنساها يا اخوان، زنزانه زي القفص. نزلوني من المكتب هذا تبعهم على زنزانه قفص حديد، كله حديد بما فيه تخت حديد، لا في فرشه ولا في اي اشي، وسكروا عليك هيك، مش يعني زنزانه بتوقف وتمشي زي التخت، وسكروا عليك. ظليت هذيك الليله للصبح، لما اجت البوسطه ولا هم بحملوني ودوني على الجلمه. طب انا وين يا جماعه؟ لما نزلت لما بقولوا انت في الجلمه. قعدت في الجلمه هناك، وبعدين حولوني باخر فتره يعني على الرمله، ومن الرمله الحمد لله امضينا يعني سنه وروحنا. هذه بالنسبه لمعاناتنا. بالنسبه لمعاناه الحجه، الحجه بالفعل الله يجزيها الخير يعني عانت كثير. اولا اشي معاناه الام، فقدت ابنائها اللي كانوا بين ايديها في بيتها تحت جنحانها زي ما بقول مثل يعني. صحيح. شايف كيف؟ فزادت المعاناة أكثر وأكثر. زادت معاناة الفقدان اللي هي زيارات. فيش ولا واحد بزور إلا هي. وشوف لما يوم، لكن القدر سبحان الله ما كانش يحصل زيارة لسجنين في نفس اليوم، عشان هذا من فضل الله يعني سبحان الله. كانت زيارة الجلمي يوم، زيارة نفحة يوم، زيارة عسقلان يوم، زيارة بئر سبع يوم، زيارة دمون يوم، أيام متفاوتة سبحان الله. والحج تروح هانا يوم وهانا يوم وهانا يوم. هذه معاناة الصحيح، معاناة صعبة جدا عانتها الحجة. يعني ممكن الناس اللي بتسمعنا أو بتشوفنا بتسمع الجملة إنه بتروح بتزور، بتعرفش إنه من الساعة 3 الصبح بترجع أنت للساعة 6 المغرب ممكن عشان نص ساعة أو 45 دقيقة، وما قبل عذاب وما بعد عذاب. الزيارات أخي الكريم، الزيارات صحيح يعني، لأني أنا حتى بعد ما طلعت قبل ما أنسجن يعني، لما كنت نزور أنا والحج يعني أبنائنا، كنا نطلع قبل صلاة الفجر. قبل صلاة الفجر يأذن لنا الفجر، إذا كنا رايحين على عسقلان يأذن لنا الفجر في عسقلان، باب سجن عسقلان، نسمع الراديو، نفتح الراديو مشان نصلي. يأذن لنا. وهذه معاناة صعبة لما إنسان أو مرة تترك بيتها تحديدا، خلينا نقول صحيح. الزلمة ما مقدور عليه يعني، وإن كان واجهته صعوبات أو مشقة في الرواح والجيان، لكن صعب كثير على مرة إنها مرت بيت يعني هي مسؤولة عن البيت. مطلوب منها كل متطلبات البيت من ناحية الأسرة الموجودة، وعندها ابن صغير كمان، كان الابن الأصغر يعني لسه يعني صغير. سنين يعني، ومسؤولية البيت ومسؤولية المواصلات كمان. إحنا لما يكون فيش سيارة بدها تطلع في الباصات، والباصات لما تتأخر بالليل باصات ما فيش، بدها تتصل على الناس عبين واحد منها بمواصلات للبيت. وهذه يعني معاناة كثير يعني. ولكن ربنا أعانها الحمد لله، واستمرت طول الفترة لغاية ما طلعنا الحمد لله. أنا روحت، وروح الشيخ إياد، وروح أبو مجاهد، وروحوا الشباب الثانيين، وعاودوا اعتقلوا أبو حذيفة كمان، وعاودوا اعتقلوا أبو مجاهد. وكان محمود، طبعا محمود هذا يعني مفروغ من نقول روح ورجع. محمود ربنا الحمد لله يعني أحب يعني بصفقة وفاء الأحرار وأطلق سراحه الحمد لله، وهو الآن في تركيا يعني الحمد لله. إنه ربنا يفرج الكرب عن جميع أسرانا. آمين. وعانينا مع أبنائنا، وحتى ظلت المسيرة مستمرة يا أخي الكريم للأحفاد. شايف كيف؟ فبعد هذا الجيل والمعاناة مع الأبناء، شايف أجوا أولاد لأولاد أحفادنا،
والحمد لله رب العالمين، منهم من حكم عليه ب3 سنين من الأحفاد يا الله. وليس من الأبناء. يعني أنا بقول لك الأبناء أقلهم يعني 6-7 شهور، وأكثرهم 4 مؤبدات. يا الله. طبعا زي أبو حذيفة بيجوز لحد 9 سنين 6 سنين، زي أبو مجاهد 17 غير إداري الأخير يعني أبواب 19 سنة. محمود مؤبدات أمضى بالسجن 19 سنة. شايف؟ جهاد أصغر واحد اللي هو اللي بقينا نقول لك صغير يعني كان صغير 11 الحجة أخذ 5 سنين سجن. فكلها معاناة، أقول لك مش معاناة. والمعاناة الأكبر كمان للمتزوجين، يعني ويلك تكلك على الولد اللي في السجن، ولا ويلك تكلك على عيلته. صح. وإذا كان معاه أولاد أو ما فيش معاه أولاد، أو بدك تدلل مرته. صحيح. يعني معاناة كثير يعني. صحيح يعني عانينا، لكن بنقول الحمد لله رب العالمين، لأنه بدون تضحية ما بتشعر بلذة الحياة. هل هذا هو قدر الرباط؟ ثمن إنه أنت تستقر على أرض في القدس والأقصى وفي فلسطين عامة، بدك تدفع، بدك تضحي. صحيح. فكل احترام لكل إنسان بيستمر في الحياة وفي الرباط وفي الدفاع عن أقصاه وعن مقدساته، له كل الاحترام والتقدير. أكيد الاحتلال بدفعنا ثمن رباطنا، أكيد بدفعنا إياه. وإحنا يمكن مناش نقول، أنا بقول دائما إحنا حتى قديش وضع القدس للي بيعرف تفاصيل قديش وضعها سيء من ناحية السكن فيها يعني، إلا أنه كمان محسودين. شوف الاحتلال بلاحقنا في كل شيء. يعني على سبيل المثال يعني إحنا كعائلة، أنا كعائلة أبو أحمد عطو، لما أقول لك إحنا عانينا الأشياء الكثيرة، لكن نحتسب كله عند الله سبحانه وتعالى. لا إله إلا الله. وهذه أساليب ملاحقة المواطنين الشرفاء من جهة الاحتلال هذه مستمرة. وأكثر شيء معانا إحنا يعني التضييق بالنسبة لنا ضايقوا علينا، علي تحديدا على أسرتي، على بيتي. وهدونا بيت في وادي الحمص، هدونا بيت لسه جديد العام لابني لجهاد. عندنا محلات حاولوا يخربوها ويدمروها يعني ويتلفوها وأغلقوها. شايف؟ وكل هذا مستمر معنا في كل الأوقات. حتى إذا بمروا يعني بتمر البلدية تيجي يعني عدة مرات أجت يا ابن الحلال على وركة شجر ساقطة عن شجرة، خالفونا على ريسيفر، على ساتلايت محطوط على البرندة. خالفونا. طيب ما هو عند اليهود الساتلايت وين بحطوه؟ على البرندة، على الشبابيك برا البيت مشان يلقط. يعني مش إشي جريمة. إذا مرينا من أي مكان شايف بخالفوك. إذا لكونا بسياراتنا زي اليوم وأنا قادم الكهان، لكونا على مدخل البلد وأنا هذا سبت أخيرنا يعني، لكونا فحص سيارة الشيخ إياد كادوا يسقطوها عن الشارع لأنه بوحنية. صاروا يتحججوا وصار يفحص بالسيارة، لكن قدر الله السيارة لسه مرخصة جديد وكل شيء فيها تمام. اتحجج قال بقول ليش سيارة هيك يعني ما مزبط البودي؟ قال شو هاي البودي مطعج؟ شو يعني شو فيه؟ احنا يا عمي رايحين على في لنا لقاء، بدنا رايحين على مشوار على المستشفى. احنا قلنا له فيا عمي لا تضيع وقت كثير في افحص، بدك تفحص بدك تنزل هاي. فحص لا بقول الله خذ الرخص ومع السلامة. اوريك لوين الملاحقة. يعني بلاحقوك في جوا بيتك، كل يوم بتلاقيهم داهموك على البيت. يعني كانت عدة مرات يجون على البيت يكسروا يضربوا يستفزوك، وهذه كلها نتيجة إيش؟ صمودك. صحيح. ودفاعك يعني عن كرامتك، أقل معدل نقول عن كرامتك، عن دينك. مش مطلوب شيء ثاني يعني أكثر. صحيح. لكن هم ما بدهمش، وهم عينك بيحكوا لك، بقول لك أنتوا شوكي في عندنا في حلوكنا، أنتوا لو البيت هذا نروح إحنا بنرتاح. هذا رجال الأمن الشباب بيحكوا إلنا مباشرة، مش خجلانين منك، أنتوا اللي موجعين روسنا. قلنا إن شاء الله نظل موجعين روسكم، شو نسوي لك؟ شو أسوي لك؟ صحيح. نظرة المجتمع أبو أحمد، يعني حدا من الأولاد راح بده يتوظف، بده يشتغل، بده يقصد باب الله، بده يخطب،
هل في نظرة المجتمع مختلفة؟ شوف، كمجتمع احنا الحمد لله الناس تحترمك. احنا نخص يعني بنميز بين المجتمع وبين الناس اللي بتختلط فيهم. لنا احترام الحمد لله، الحمد لله. من فضل الله، يعني احترام جدا يعني. وهذا ما بنغص على الجهة الأمنية يعني، مم. لأنهم بيسألوا شو وضع دار أبو أحمد، شو وضع فلان، شو وضع. فالكل يعني ما أذمكش، أحسن الكل ناس. بيشكر فيك. فهذا هم يعني متأثرين من هذا الكلام. مم. لكن تأثير الجهات المسؤولة مم. عنك وعن أولادك وعن وظائفك بالفعل بحاربوك فيها. يعني على سبيل المثال، لما إنسان زي الشيخ إياد يتوظف كمدير مدرسة مم. وتلاحقوا المعارف بطريقة وأخرى، ومش رايح حد يجيك مباشرة تقول لك أكيد. زيحوا عن لأنه الوظيفة. مهنيا ما فيش إشي. كل إشي لما يكون مهيأ بيحمل ماجستير صحيح. تربية، ما لكش عليه ماجستير كذا، حجة. ويستحق يكون في الوظيفة هذه، وله خبرة طويلة 20 سنة مجال التوظيف، واشتغل في مؤسسة رسمية طرف فيها لدى المعارف، وإن كان مسكروها لحجج. طبعا أهلها بيحتجوا، يعني مطيحين بيان امبارح عن موضوع التسكير يعني. مم. لكن في حجج للاحتلال يعني، بحاربوا الموظفين الشرفاء بطريقة وأخرى، بوصلوا رسائل لأصحاب القرار في المؤسسة إنه بلزمش هذا البني آدم. فطبعا صاحب المؤسسة بده يحافظ على مؤسسته، بده بطريقة وأخرى يوصل للمدير أو يوصل للأستاذ اللي هو موظف عنده إنه والله ممكن أخرونا لسبب إنه مثلا مسجل المعاملة باسمك أو كذا، أنت ذكر اسمك. فهو طبعا بيكون لبك يعني في التعامل، حرصا على المؤسسة طبعا وعلى أكيد مقدرات أكيد. المؤسسة. زي صحيح. أبو حذيفة لما يداوم 12 سنة في مؤسسة ورأسا يقدم استقالته بيوم وليلة فورا. ليه؟ ما يسألش لا عن تعويض ولا عن أي شيء، من أجل محافظة على المؤسسة، لأنها مؤسسات وطنية. صحيح. هذا بالنسبة. لا، ابننا الثاني اشتغل في برضه في مدرسة مرشد تربوي، والكل احترمه، والكل يعني معاه، والكل يعني كان له كل احترام، وصاحب كفاءة يعني، وبيحمل شهادة عليا يعني ماجستير. شايف كيف؟ وكان بده يسجل برضه دكتوراه، والشيخ اياد كان بده يسجل دكتوراه. شايف كيف؟ برضه نفس الاشي، اتصلوا من الجهة المعنية في المعارف لمدير المدرسة قالوا له بأي صفة أنت مشغل فلان عندك بالخط الواضح هيك. قالوا له بأي صفة أنت مشغل فلان، جايبه من المنطقة الفلانية لأبناء بيت حنينة. فقال له يا أخي والله هيك، قدم استقالته، راح عند مؤسسة إسرائيلية، مش مؤسسة حكومة، شركة، لأنه هو اشتغل سابقا مع شركة مواد طبية ومواد تنظيف يعني، فاشتغل عنده كذا سنة، فدشر من عنده وقدم طلب لشركة كانت مقدمة يعني بدها موظفين. قدم، وكان مضطر يعني صاحب الشركة بده موظف موزع يعني، وسيارة موجودة لأنه شوفير مدشر الموزع يعني. وقال له راح قابله أول مقابلة بدائية، قال له بكرة تعال استلم. قال له بس أعطينا هويتك. صور هويته، ثاني يوم رجع له بقول والله بهم السامحنا بدناش حاليا الوظيفة موظفين. دلالة على إيش؟ لأنه لما حول تعرف هذه المؤسسات طبعا مفهوم للجهة الأمنية، صحيح، فهي بتكون واحد اثنين. فهذا الصحيح إحنا ملاحقين فيه من كل الجوانب. يعني أقول لك ولا واحد من أبنائي بيشتغل في أي مؤسسة رسمية أو مكان حكومة أو شركة رسمية للأسف. هذه يعني معاناة. طبعا أقول لك أكيد. إنه يعني مش صعب علينا، والله صعب. أكيد. لما أنا مهنيا معي شهادة بمجالي وأدائي الوظيفي محترم ومهم وعامل واجبي، شو بمنع غير السبب إن أنا زلمة مرتبط بهالبلد، بحب وطني، بحب بلدي، بقدم رسالتي، بقدم واجبي الوطني. ما إلك عندي، هي شغلة انتقام فقط وتضييق انتقام. يعني. والله يا أخي انتقام. ورغم ذلك مستمرين بالحياة، نحن هنا باقون إن شاء الله، ما دام الزيت والزعتر والزيتون. إن شاء الله. الله يديمك ويديم هالعيلة الكريمة، ويديم كل إنسان أصيل مقدر قيمة البلد اللي هو بعيش فيها. وإحنا في أرض بيت المقدس، إحنا البلد اللي ربنا بارك حولها،
وستظل إن شاء الله إلى يوم الدين، يعني نحن لها زي ما بيقولوا. والله احنا ان شاء الله باذن الله تعالى كل الامور اللي بتحصل هذه مش رايحه تثنينا عن الصمود ولا عن الدفاع عن مقدساتنا وعن اقصانا وعن كرامتنا وعن الحفاظ على البلد اللي بنعيش فيها، رغم الابعاد ورغم سحب الهويات، لانهم سحبوا هويه النائب احمد وابعاده عن القدس. فكل هذه الاجراءات اللي بيعملوها ضدنا، احنا باذن الله تعالى صامدين ثابتين على ارضنا، محافظين على ديننا، على اقصانا، على بيوتنا، رغم كل الصعوبات اللي بتواجهنا. واحنا سعداء بلقائكم، وشكرا لكم هذا اللقاء، ولكم منا جزيل الشكر. إلى هنا أحبتي ينتهي لقاؤنا في هذه الحلقة من برنامج قدس كاست. كنا مع العلم الحاج محمد عطون، وسنستضيف في الحلقات القادمة إن شاء الله أعلاما أخرى لها بصمة مؤثرة في هذه البلد، والبلد أيضا أعطتها. نلقاكم في الحلقة القادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.